وادي السلطه. تسلم ايديكي يا شاري. ايه الاكل الحلو ده؟ حلو صح؟ حلو بس ده تحفه. شفتي بقى؟ ولا البيت ونظافته حاجه ولا الاوتيلات. انا ست بيت جامده جدا، بس يعني خلاص بقى. لا يا بخته اللي هيتجوزك. يا بخته ايه؟ ما هو في حد بيشوفني وانزل. كل مش ممكن كل ما اتفرج على الفيلم ده لازم اقعد اضحك كده. تحسي افلام زمان دي فيها سحر كده. بمناسبه السحر، يعني شغل البيت يعني والاكل اللي انت عملتيه امبارح كله هبره كدبره كده. لا بصي بصراحه كده انا حطيت الحل على النار. بصي يا شيري صدقيني، انت لو اشتغلتي ونجحتي واتجوزتي وحبيتي وخلفتي من غير سحر ولا هبل هتبقى اسعد ايام حياتك وحياتي انا كمان. انا متاكده ان انت جواكي اقوى من السحر ده بكتير. ان شاء الله. بقول لك ايه، كده بتسلم عليكي وبتقول لك وحشتيها قوي. وحشتها. هبقى اكلمها لما تبطل الهبل اللي هي بتعمله ده. وهي بتعمل ايه اصلا؟ هي بتعمل حاجه؟ دي ست ناجحه وشاطره ويعني كل الناس بتحبها. اتفضل. صباح الخير يا مستر محمود. صباح النور انسه ناديه، اتفضلي. لا مش هينفع اقعد خالص، عندي شغل متلتل وورق وحاجات. انا كنت مقدمه طلب، عايزه ورق للطباعه وحبر البرينتر. ما انا عارف. هو الموضوع يعني كان معقرب سنه، بس انا شخصيا مشيتهولك وهيوصل اخر النهار. طيب تمام، عن اذنك. استني بس. ثانيه. اصل اجازات العارضه بتاعتك خلصت وهتضطر تمام، انا بعد كده لما عاوزه اجازه هبقى اقدم عليها من بدري يعني. تمام اوكي. تمام. هو ده بالظبط اللي كنت عايز اقوله يعني. طيب تمام، عن اذنك. اوكي اتفضلي. طب هو انا كان عندي سؤال بس. اتفضلي. هو البنك فعلا عامل اعلان داخلي وطالب موظفين؟ ده حقيقي، بس يعني ده اعلان داخلي، ويعني لو العدد المطلوب ما استوفاش هنضطر نعمل اعلان في الجرايد. طب هو الموظفين مطلوبين يكونوا فريش جراديويت ولا عندهم خبره؟ يعني كده وكده، بس يعني الاكتريه هنحتاج فريش جرادويت اكتر. طيب هايل. هو ينفع اقول لحد قريب مني؟ قريب منك ازاي يعني؟ بص، هي جارتي وصاحبتي جدا جدا جدا، زي اختي بالظبط. بس شاطره جدا والله. لا يعني صاحبتك وزي اختك يعني. اوكي طبعا. بصي هو زي ما انا قلت لك يعني، هو الموضوع مقتصر هنا على الفرع، يعني الموضوع مقفول شويه، بس عشان خاطرك انا شخصيا يعني ممكن اهتم بالموضوع وممكن احاول يعني ان انا اعمل حاجه يعني، بس طبعا لازم ما تبقاش قرابه اولى، يعني مثلا ما تبقاش اختك، خطيبك. لا هي مش اختي، هي زي اختي. اوكي زي اختك. تمام. طب وخطيبك؟ لا، ما انا مش مخطوبه. اوكي تمام. خلاص انت ممكن تخليها تخش على الويب سايت بتاع البنك وتبعت السي في بتاعها، وانا شخصيا هتابع الموضوع بنفسي. حلو، ميرسي جدا ليك. العفو، انا خدوم جدا، بس عامه يعني لو احتجتي اي حاجه في اي وقت انا موجود. تمام اوكي. ميرسي. ياه، خبيره البنوك بتكلمني بنفسها، انا مش مصدقه نفسي بصراحه. يا سلام، على فكره انا مكلماكي كذا مره انت اللي ما بترديش. بجد والله ما انا ما سمعتش اي حاجه، يعني اصلا كنت بفكر بصراحه. وانت بقى بنت حلال، انا كمان بفكر في نفسك. عايزاكي بكره تجيلي البنك علشان فاتحين باب التقديم في الفروع كلها للفريش جراديويتد، والمرتب 5000 جنيه غير البونص والحبشتكنات. طبعا انت بقى لو قدمتي هتتقبلي على طول. ده انا جايبه جيد، ده في مليون الف حد جايب جدا وممتاز كمان. لا نصحى، بس ال1000 واحده دول يا حبيبتي ما يعرفوش ان باب التقديم اتفتح. عيب عليكي. الموضوع ده مني ليك انت بس، اصلا الاعلان نازل في الفرع عندنا بس، وعندنا محتاجين ناس كتير جدا تتعين. انت بس كده هتقدمي هيقبلوكي ونقضيها بقى، نروح ونيجي مع بعض بقى ونعيش بقى. انا نفسي اعرف جايبه الثقه دي كلها منين، كمان هتعين معاكي في نفس الفرع. عيب عليك يا ابو صلاح، هو انا بتاع كشري؟ انت يا حبيبتي بشويه السحر بتوعك كده والهوكس بوكس هتتقبلي على طول. انا 100 مره قلت لك ما تتكلميش في الموضوع ده، انا لو نجحت هنجح بمجهودي. خلاص انا اسفه يا ستي، انا مش قصدي السحر اللي انت قصدك عليه، انا قصدي سحر جمالك وطلعتك البهيه وطلتك اللي هي. المهم بس انا عايزاكي تيجي بكره الساعه 10 بالظبط، وتبقي كده لابسه فورمال وتتقدمي للشغلانه، ان شاء الله كده يقبلوكي. ماشي هشوف كده، يعني لو صحيت وليا مزاج هعدي عليكي. طب انا هقفل معاكي بقى عشان لازم انام بدري واصحى بدري، وانت كمان نامي بدري. يلا تصبحي على خير. يلا باي. وانت من اهله يا ناديهان؟
سموره سموره الاموره، الاطفال اللي زيك لازم يناموا بدري، نغسل سناننا بقى ورجلينا ويلا ننام يلا. وانام بدري ليه؟ انا لا شغل ولا مشغله، وماليش واحده صاحبتي تجيب لي شغل. يا بنت انت متخرجه ما بقالكيش شهرين 3، اللي زيك المفروض يقعدوا يستمتعوا باجازتهم، يصحوا براحتهم يناموا براحتهم، محسساني انك متخرجه بقالك 10 سنين. وبعدين معلش ثانيه واحده، انت عايزه اشغلك عندي في البنك ايه؟ انت ناسه انك خريجه علوم قسم فيزياء نوويه، المفروض تشتغلي عندنا في البنك ايه؟ مديره قسم المتفجرات مثلا؟ نفسي انطلق كده واعيش حياتي. طب ما تنطلقي كده وتعيشي حياتك. وبعدين كل حكايه انك قاعده معايا مونساني عشان ماما وبابا راحوا عاشوا في البلد، يعني بنونس بعض، بتونس بيك انا بتونس بيه. ويا ريته بيتمر. اختي الكبيره كده اسمها على الفاضي، ما بتعمليش اي حاجه. لت كتير، انا داخله انام عشان انت بتستهلكي وقتك، بتحرقي طاقه. ما انت كنتي مصحصحه لست شيرين دلوقتي. بقى كده غيرانه؟ طب ما تقولي يا حبيبتي من الاول. بس انا عمري يعني ما شفتك بتعملي كده معايا. يمكن عشان انت اختي مثلا، فمش محتاجه اوريكي بحبك قد ايه. لا انت بتعتبري شيرين هي اللي كانها اختك. هي شيرين فعلا اختي يعني، او مش اختي مش في مكانه حضرتك طبعا ولا في عظمتك، يعني هي بس يعني زي ما توقعنيش في الغلط بقى، انا هدخل انا انام تمام. نامي يا حلوه، بس انا بقول لك بقى ان شيرين دي انا ما برتاحلهاش خالص، ولا هي ولا اهلها. ماشي يا حبيبتي، انت بترتاحيش لحد، خليكي مع الموبايل كده، ربنا يهديك يا ماما. يلا حبيبتي تصبحي على خير. ايش ايه النشاط والحلاوه دي كلها؟ اصل انا عندي انترفيو شغل. بجد؟ ربنا يوفقك يا رب. يا رب. ومين بقى اللي اقنعك انك تدوري على شغل؟ او هتكون كابتن سونيا جدتك؟ لا لو على سونيا عايزاني اشتغل بالسحر. اوعي تسمعي كلامها، دي هتبوظ حياتك زي ما بوظت لي حياتي بالظبط. مش هي يا ماما اللي بوظت لك حياتك، بابا مصيره كده ولا كده كان هيعرف موضوع السحر ده. بس ما نقدرش ننسى ان هي اللي عرفته. ماشي هي اللي عرفته، بس مش هي اللي خلته يخاف مننا ويمشي ويسيبنا. بابا لو ما كانش عايز يمشي ما كانش مشي يا ماما. هو انا مش قلت لك 100 مره ان انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، وان الموضوع ده اتقفل خلاص من زمان؟ انا مالي، انا انت اللي عماله تفتحي المواضيع وعماله تسالي الاسئله كلها. مش انت اللي بتجيبي في سيره ابوكي، وبعد كده انا سيره جدتك دي بتقفلني اساسا، بتخنقني. ومالها تيتا؟ تيتا يعني ما بتعملش حاجه عيب ولا حرام، دي بتخلي الناس كده شكلهم ارفع واحلى. طب بصي بقى، لو هتسمعي كلامها مفيش شغل اصلا. مش هي اللي جايبه لي الشغل، دي ناديه. ناديه؟ ربنا يكرمها يا رب. يا رب يا ماما، يا رب يقبلوني في الشغل. هو انت حاسه ان هم هيقبلوني ان شاء الله. ولا لا؟ لا هيقبلوكي ان شاء الله. ماشي انا همشي هاخد الطعميه. طب يا رب، ربنا معاكي يا رب ويكرمك ويفتحها في وشك مع السلامه يا رب يا رب. شيرين صالح حسن شربجي. شربات ليه؟ هو الناس كتير بتلخبط بس عادي مفيش مشكله. ايوه يعني انت في البطاقه مكتوبه شربجي ولا شربطلي؟ شربجي، قصدي شربطلي. طب بصي يا استاذه شيرين، يعني انت من اولها بتتلخبطي كده. احنا هنشتغل في بنك وهتقابلي عمله مهمه جدا جدا وهتصدمي بمواقف كتير جدا، فمش هينفع التوتر ده خالص. الاجابه بتاعتك لازم تكون دقيقه جدا. ايوه انا دقيقه جدا. طب اقول الله. لك سيبك من الرباعي، خلينا في الثلاثي. شيرين صالح حسن على طول، يعني ما تقوليش بقى الاسم اللي في الاخر ده. ايه ده، انت التقدير بتاعك جيد بس؟ لا ما انا عامله دبلومه في الكوميونيكيشن سكيلز، وكنت طالعه الاولى على الدفعه. وجبت في الاستاتستكس والاكاونتنج فول مارك والله العظيم. حتى بص يعني شوف. طيب بصي يا استاذه شيرين، انا هسالك شويه اسئله كده. يعني الاسئله دي المفروض ان انت تجاوبيها بصراحه، يعني من واقع خبرتك وشخصيتك في الحياه، وطبعا ده هيحدد يعني الاولويه في التعيين. اوكي؟ يعني هو ده الانترفيو ها؟ هنبدا يعني ده كل الكلام اللي فات ده اي كلام، ده اللي هو دلوقتي الحق بقى. اللي فات اي كلام. طب ثانيه واحده ثانيه واحده. انت بتعملي ايه؟ بتحضري ايه؟ ابتدي اول سؤال بسرعه، بس بسرعه يلا. انا تمام. ابدا؟ اوكي طيب. شايفه نفسك فين بعد 5 سنين؟ انا شايفه نفسي كمان 5 سنين موجوده هنا في البنك ومتعينه ومترقيه وكل الناس بتحبني هنا. بالحب اتجمعنا يعني. اوكي طيب تمام. وايه البيئه اللي تحبي تكوني موجوده فيها؟ المناخ. انا احب يعني نبقى تيم وورك، يعني نبقى فريق واحد، كلنا بنساعد بعض وبنحب بعض على طول مع بعض كده. يعني حتى يعني لو ترقيت يبقى كلنا نترقى مع بعض، عشان يعني ما نتفرقش عن بعض يعني ابدا. ما شاء الله عظيم. اكسلنت. بتهيألي انت صاحبه ناديه ولا انا غلطان مش مركز؟ ايوه انا صاحبتها بجد؟ ايوه والله العظيم. اهلا وسهلا. طيب بصي، عامه استاذه شيرين، انا كنت حابب بس اعرفك يعني سياسه البنك عندنا عامله ازاي. عندنا في البنك طبعا الاقارب مرفوض تماما. بالنسبه للاصدقاء هو مش مرفوض يعني، انما هو مش محبذ يعني.
يعني ايه؟ يعني انا كده خلاص اترفضت؟ يعني امشي ولا اعمل ايه؟ انت زهقتي مننا ولا ايه؟ لا لا انت أنا... بتقولي مفيش اقارب ومفيش صحاب ومش محبذه. لا ما اقصدش يعني انا اقصد مجازا يعني هتحبذه؟ انا هحبذه يعني انا عايز اقول لك انا شخصيا علشان خاطر الاستاذه ناديه انا هسعى ورا الموضوع شخصيا والله. ماشي خلاص تمام. طيب بالنسبه لنقاط القوه يعني مثلا هل في مهارات خاصه؟ مهارات خاصه؟ اه لا انا ما عنديش مهارات خاصه، انا بلا مهارات، انا ما عنديش اي حاجه في اصلا. حد يقول كده 20 في انترفيو؟ لا يعني والله من المهارات العاديه. حضرتك وترتني الصراحه. انا عندي اكيد مهارات يعني. صاحبة نادية اوكي طيب ماشي. عندي مهارات. انا عايز اسمع مهارة واحدة من المهارات اللي عندي. يعني مثلا انا بكتب على الكمبيوتر صاروخ. ما شاء الله. بعامل ناس جميل جدا، يعني انا مش حدش هيتضايق مني خالص، لا من العملاء ولا من الزملاء، هيتبسطوا جدا مني والله وانا وعدك من دلوقتي. حلو طيب مبدئيا كده يا استاذه شيرين يعني انت مؤهله للعمل معانا وما شاء الله يعني شخصيتك جميله جدا ما تتخيرش عن الاستاذه ناديه برضو شخصيه جميله ما شاء الله يعني اروح اقعد على المكتب يعني هستلم الشغل خلاص؟ لا هو انت يا تمشي يا اما تستلمي فورا. لا يعني مش كده يعني لسه هنبعت لا ما انا هفهمك بس احنا هنبعت انا هسعى والله في الموضوع صدقني. بصي السي في ده هطلعه للاداره العليا هم هيبصوا فيه وهيشوفوا انت مؤهله ولا لا. عامه يعني في حد هيكلمك يقول لك اذا كنت اتقبلتي او اترفضتي. لا بس انا معاكم، انت قلت لي انا معاكم ولا ايه؟ لا ان شاء الله ما تقلقيش يعني ان شاء الله باذن الله. امال ايه نستنى مين؟ لا يعني ان شاء الله باذن الله هتبقي معانا ما تقلقيش. معاكم. لا ان شاء الله باذن الله تبقي معانا ان شاء الله. هيكلموني هيكلموكي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب يا استاذ شيرين يعني اوكي يعني الاجتماع يعني اوكي ماشي هستناهم بقى يكلموني. اكيد معاكم. تعرفي اتفضلي. هو في ايه؟ شيري ايه الاخبار؟ نقول مبروك؟ شكلها كده. ايوه ولا كده انا همشي بقى. لا استني، مستر حازم نائب مدير الفرع جاي يتعرف عليكي. وايه لازمته التعارف؟ انا بقالي ساعه برغي مع الراجل بتاع اتش ار. هو انت بتسمي الانترفيو برغي يا بنتي؟ حرام عليكي، بقول لك انت لازم تعرفي على مستر حازم، عايزاكي بس تشوفيه كده يعني تلقي نظره يعني كده تقولي لي ايه. هو ايه النظام؟ هو في حاجه كده ولا كده؟ يعني شويه حاجات على خفيف كده. خلاص ما تتكسفيش. اهو جاي هناك اهو، هو ده. هو شعر ليست؟ لا التاني اللي جنبه ده. كيرلي. ايوه ابو كيرلي القمر ده. مستر حازم، شيرين اللي كلمت حضرتك عنها. اهلا وسهلا، ازيك يا شيرين؟ ازي حضرتك؟ حازم منصور، البنك منور. اهلا ربنا يخليك. هي ناديه اصرت ان انا اتعرف على حضرتك يعني. ناديه مين؟ ناديه، ازيك يا ناديه؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله تبقي معانا قريب. يا رب. فرصه سعيده. شكرا جدا. هو انت متاكده انه يعرفك؟ طبعا يا بنتي، بقول لك نائب مدير البنك، بس ايه رايك فيه؟ عادي يعني راجل زي بقيه الرجاله. هو ايه ده اللي عادي؟ حرام عليك، ما انت قاعده في البيت ما بتشوفيش رجاله. لا طبعا هي سو ديفرنت. طب بقول لك ايه، انا همشي بقى. ادعي لي والنبي. ان شاء الله خلال اسبوع هتبقي قاعده على المكتب اللي جنبي. تفتكري هرفع راسك؟ طبعا يا بنتي. طب ده انت السحر مش تعوذه ولا الكلام ده مش هنا. انا لو نجحت هنجح بمجهودي، لا بسحر ولا شعوذه. اتفضل. اهلا ازيك يا استاذه غدير؟ في عملاء عايزين ناديه. يعني ضروري يعني؟ طب يعني دقيقتين وهتيجي على طول. عشان ما مش عايزاهم برضه اقطعهم. 5 دقايق بس، 5 دقايق يعني. هلطع الناس. بص انا هقول لك على حاجه، انا هروح ولما يجي الرد انت بس ابعت لي وقول لي اوكي؟ خلاص ماشي أوكي. اتفضلي. سوري شكلي جيت في وقت مش مناسب. طب على فكره بقى انت عندك تاخير ساعه، اتفضلي بقى بعد اذنك اطلبي لي طلب اذن ساعه علشان رصيدك في التاخير خلص. ما تخصمها بقى من الشهر الجاي وانا وعدك مش هتاخر تاني. لا والله مش هينفع والله. يا سلام، لحد عندنا بقى والمراكب بتعطل، لكن اي حد تاني الدنيا بتتظبط له. ايه يا استاذه غدير اللي بتقوليه ده؟ مين الناس التانيه دول؟ وبعد كده ايه المراكب السعر اللي هتقف يعني في البنك دي؟ بعد اذنك لو سمحتي اتفضلي اكتبي لي الطلب، واتفضلي عشان عندي شغل. الو شيرين صالح؟ ايوه معاك اسلام عباس من مينا بنك. حضرتك كنت مقدمه عندنا في البنك. ايوه حصل. مبروك يا شيرين، اعملي حسابك من اول الشهر هتستلمي الشغل. بجد ولا بتهزر؟ انا اسفه بس يعني هو انا المفروض اعمل ايه ولا اكلم مين؟ هيجيلك ميل فيه كل حاجه. يلا مبروك يا شيرين. شكرا جدا، انا مش عارفه اقول ايه. ماشي باي باي.
خد دي معايا. ماما ايه شيري، ايه الحلاوه يا بنت اللي انت فيها دي؟ لف حلوه ما شاء الله ما شاء الله على كل اللي شافك. قولي لي شكلك خارجه كده وعايزه فلوس. قبل الفلوس انا عندي مفاجاه ليكي. عريس حلو؟ كل حاجه عريس. انا عينت في البنك. لا ألف مبروك. طيب قولي لي رايحه فين بقى بالشياكه الحلوه دي؟ رايحه احتفل على الضيق انا وناديه كده. هنروح السينما، تيجي معانا؟ لا بصي روحي بس ما تاخريش. لا مش هينفع اتاخر، بعد كده هصحى اصلا من الساعه 7 الصبح. هو انت شكلك هتطولي، ما تريحي الناس وتريحيهم واشتغلي ايوه. بقول لك ايه، روحي خدي فلوس من الكاشير 200 جنيه كده. 200 جنيه ليه؟ بقول لك سينما 200 جنيه ايه؟ يعني 500 جنيه اقل حاجه. لا 500 جنيه ايه؟ يلا يا بنت. والله انا خدت 500. مكان الاكل. لا المفروض يعني انا عيان. بس ايه اللي انت لابساه ده بس والنبي؟ ايه عاجبك؟ صغيره على الحب قوي، احنا كنا في سينما، في حد يلبس دريس؟ وما في خطوبتك هتلبسي ايه؟ ما انا مش مصدقه ان ماما خرجتني بصراحه ناديه، وكمان هشتغل. ده انا هموت من الفرحه والله العظيم. ده انت فايتك في الدنيا كتير على فكره. انا عارفه، انا فرحه البدايات دي عماله تبعزقي فلوس بقى وتصرفي في السينما وتصرفي في الاكل. ايه لا انا قلت لك انا عازماكي النهارده عشان حلاوه الشغل. دي حلاوه البدايات دي، بس حضرتك لازم تعملي حساب بقى وجع النهايات، عشان احنا اخر الشهر لو ما حوشناش بنتهان بنتوجع جامد يعني. لا ما تخافيش، انا مش هبله زيك. لا انت هبله. لا انت مش هبله طبعا. هحوش. جامده انت برضه. بقول لك ايه، هو بصراحه الشغل في اداره الائتمان دي صعبه. بصي هو في ناس بتعتبر اداره الائتمان دي من اهم الادارات في البنوك، فهتتبسطي. هو ده مش الاجابه اللي انا مستنياها. انا سالت هي صعبه ولا لا. ما فيش شغل في البنك سهل، احنا مش بنعمل تريكو ده بنك. بصي هقول لك على حاجه، اداره الائتمان دي محتاجه حد يبقى عنده رؤيه، عنده قدره على اتخاذ القرار، قدره عاليه. قدره عندك ولا نبعت نجيب ولا ايه؟ لا انا عندي قدره برضه. اوكس هنروح في داهيه كلنا شكلنا. بس هقول لك على حاجه، انا بصراحه يعني مرعوبه قوي يا ناديه. انا حاسه انها هبقى كفته. ليه يا حبيبتي؟ انا معاكي. الحمد لله على السلامه. اتاخرتي يعني؟ مش قلتي رايحه لشيرين وجايه على طول؟ ما هو باركي لشيرين قبلوها بقى في الشغل معانا النهارده، فقالت لي تعالي انزلي معايا كده نحتفل ونروح ناكل ونروح السينما. هو انت خايفه منها؟ على فكره دي اختك الصغيره، المفروض هي اللي تخاف منك. مش دايما. السينما. وما قلتوليش ليه بقى عشان اجي معاكم؟ ولا انا المفروض افضل محبوسه هنا ما بين الاربع حيطان؟ لا والله رحنا صدفه مش كده. والله المره الجايه هناخدك معانا ان شاء الله. ماشي. انا هروح اعمل اكل، مش رايحه اتفسح. طبعا. منوره. ربنا يخليكي. بقول لك ايه، اختك دي طول عمرها حاجه وانت حاجه تانية خالص. فتروحيني معاكي والنبي. بقول لك ايه، خلينا فيك انت بقى، عشان يا ريت في نصايح كده لازم تعملي بيها. ماشي. تيجي في ميعادك مظبوط طبعا. تبقي لابسه، مفيش اللبس ده خالص. لا. فورمال كده. حاضر. لا انا في البنك هتلاقيني واحده تانية خالص. لا تعالي بشخصيتك عادي بس فورمال. اشتريت. جبت كتير، هاتي كله وتعالي. تمام حاضر. ايوه كده. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا ناديه بصراحه. يا حبيبتي ليه كل شويه مش عارفه اشكرك؟ يعني مش محتاجه والله. بصي عموما يعني لو انت عايزه تشكريني انا هبقول لك يعني تشكريني ازاي، بس مش دلوقتي، هبقول لك يعني بعدين هقول لك ازاي تشكريني يعني. بصي انا همشي بقى عشان حاسه ان اختك دي مش طايقاني. لا مش للدرجه دي. طب يلا حبيبتي انت مع السلامه. يلا يا مامتي. يلا حبيبتي. يلا في امان الله. يلا انا جايه اهو يا حبيبتي. انت فين اختي حبيبتي؟ فين؟ تعالي يا ماما. صباح الخير. صباح الخير. سلمي على مين؟ تعالي هنا وحد لسه عارفك. بصي مكتبك فين؟ جنب مكتبي زي ما قلت لك، وقبل ما يعدي اسبوع. لا وبمجهودي، لا في سحر ولا شعوذه. طب طالما انت حلوه كده بليز بقى لما تشوفي مستر حازم انت يا ريت يعني كده تعملي اي حركه سحريه، خليه يشوف لي نجلاء فتحي. انا بحب نجلاء فتحي قوي. نجلاء فتحي؟ انت اخرك احمد فتحي. روحي لو سمحتي، ده محلك العيش. هاي شيرين. هاي انا غدير حامد زميلتك في الاداره. مبروك. الله يبارك فيكي. انا ان شاء الله هتعلم الشغل بسرعه وهنبقى ان شاء الله احسن اداره في الفرع كله ان شاء الله. ناديه ممكن من فضلك تشوفي لي الملفات اللي طلبتها منك؟ العملاء زمانهم داخلين. بصي بقى يا شيرين، انت اول 2-3 هتبقي مسؤوله عن ملفات العملاء المتعثرين عن السداد. تكلميهم وتشوفي متعثرين ليه ومن امتى بالظبط. ديرتي ورك يعني، انا اسفه والله بس هما بيسموه كده. لا ولا يهمك. ديرتي بكره يبقى كلين. عن اذنك.
انت عالي ولا ايه؟ اه يا ماما، لا بكلمك في تليفون البنك. ده انا عندي مستندات ممكن توديكي في 60 داهيه. اقفلي يا ماما، هنقعد نهزر كتير يعني مش معقول. لا احنا اقفلي يا ماما، اقفلي لما يجي باي باي. ومن ساعتها بقى وانا رايحه جايه اخد موافقه مستر حازم، مستر حسن يرفض، ارجع للهيد اوفيس يسيبوني بالنص ساعه على التليفون وانا معايا عملاء، ارجع تاني لمستر حازم الاقيه اتشغل وشايله كل الشغل لوحدي على كتفي. ما هو يا استاذه غدير احنا جايبين لك زميله عشان تساعدك وترحموني شويه. هي دي بتاعت شغل برضو؟ ده دي بتاعت بابي ومامي واللبس، والله ما هتكمل معانا لاخر الشهر. ليه كده بس يا استاذه غدير؟ ليه بتقولي كده؟ اسمع مني يا مستر محمود. البنت دي تشتغل فاشونيستا احسن، مهتمه بقى باللبس والشعر والميك اب، وماسكه تليفون البنك 24 ساعه بترغي مع ماما وتيتا وخالته وعمته. ماما وتيتا وخالته وعمته؟ والله. لا طبعا، لا ثانيه واحده معلش، ثانيه واحده. بابا و الو استاذه شيرين، معاكي محمود السيد مدير الاتش ار. هستاذنك بعد اذنك تجي لي على المكتب حالا لو سمحتي. شكرا. بابا وتيتا وماما وخالته؟ لا 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 طبعا. لا طبعا الكلام ده ما يحصلش في البنك طبعا. صباح الخير يا مستر محمود. اهلا اهلا، صباح النور، اتفضلي. طيب انا استاذن بقى، انا عندي شغل. خير يا مستر محمود. استاذه شيرين، حضرتك عندك موبايل؟ ايوه عندي موبايل. ويا ترى شغال؟ ايوه شغال. طب والله ما شاء الله هايل. طب لما الموبايل شغال حضرتك بتتكلمي من تليفون الشغل مكالمات شخصيه ليه؟ ده مكان شغل، مكان يعني بنشتغل فيه، يعني فيه صرامه، يعني فيه التزام، يعني ما فيش الكلام ده خالص. احنا مش في نادي هنا. صرامه؟ ايوه حاضر خلاص صرامه ماشي. طيب هو حضرتك جيتي النهارده الساعه كام؟ 8:05 بالظبط. 8:05 بالظبط؟ لا وما شاء الله في فخر. يعني حضرتك متاخره 5 دقايق وفخوره. يا استاذه شيرين 8:05 يعني متاخره 5 دقايق بحالهم. انت المفروض تبقي 8 بالظبط. في التزام بالمواعيد. 8 بالظبط تبقي في البنك، تخشي البنك تظبطي نفسك، تاخدي الدرينك بتاعك لو خدتيه، العميل يخش يلاقيكي مزنهره، يكون في التزام. هو انت بتصحي الساعه كام؟ بصحي الساعه 7. ما عشان كده يعني بتتاخري 5 دقايق. اصحي 7 إلا 5، اصحي 7 إلا 5 تكوني عندي في البنك 8 بالظبط. حاضر. الالتزام بالمواعيد. وخلي بالك انت عندك 3 مرات تاخير بس. طب لو اتاخرت 4؟ 4؟ لا 4 دي يعني في خصومات، مفيش ترقيات، مفيش علاوات، ده هيبقى في حاجات كتير جدا. لا خلاص بص انا مش هتاخر تاني والله العظيم انا اسف. تمام. طيب عامة يا استاذة شيرين انا بس عايز اكد عليكي يعني معلومة بتضايقني شوية. يعني في البنك بقى في الشغل، احنا في بنك أيوة. فهتقعدي بقى جنب الاستاذة نادية، اصحاب بقى مع بعضيكوا والرغي بقى والدودو وتقعد تقول لك بقى اصل ماما قالت وبابا اتنرفز والاكس قال لي والاكس سوى. لا انت مالهاش في الكلام ده خالص. يعني نادية مفيش اكس؟ لا مفيش اكس. طب تمام زي الفل. عامة يا استاذة شيرين انا بس كنت عايز اقول لك يعني اللائحة، حد بلغك باللائحة؟ لا محدش جاب لي سيره الموضوع ده. عامة دي اللائحة، دي الارشادات. ايوه لائحة الارشادات، برافو عليكي. دي هتاخديها معاكي البيت، فيها بقى كل الاذونات، فيها كل الاجازات، تذاكريها كويس علشان خاطر اهم حاجه الالتزام. يا ريت تركزي فيها كويس. حاضر ركزت. طيب يا عامة يا استاذه شيرين ممكن تتفضلي، وانا باكد عليكي اهم حاجه الصرامه. ايوه الصرامه، انا اصلا صارمه. ماشي امشي؟ اتفضلي. شكرا. العفو. انا هفضل مش عايزه. ماشي شكرا. شيري يا شيري، يلا قومي يا بنتي. شيري الساعة داخلة على 8، يلا قومي. بس بقى يا ماما بقى. بقول لك الساعة داخلة على 8، يلا قومي يا شيري. في ايه؟ 8؟ يلا. يا لهوي، ايه ده الموبايل فصل. يا بابا ازاي ما تصحنيش لحد دلوقتي؟ ما تصحي نفسك يا بنتي، في ايه؟ طب بقول لك ايه، روحي اعملي كوبايه شاي لحد ما اخش الحمام. شاي؟ طيب. بقول لك ايه، سامحيني بقى، دي حاله طوارئ. طوارئ؟ اتفضلي يا ست هانم عشان طوارئ بس. يلا. عندك كده وده وقتي علق بقى. كارت مين اللي على الارض ده يا كيمو؟ افتح لي دفتر التاخير بقى. ولا يهمك يا استاذ حازم. ما طقش التاخير، ما طقوش. اول مره اتاخر في 3 سنين، انت متخيله؟
انا اسفه قوي والله. اسفه على ايه؟ هو انت اللي اتاخرتي؟ تعالي. بقول لك ايه، صاحبتك ما بتضيعش وقت خالص. ما بضيعش وقت ايه ده، حتى جاي متاخر. انا مش قصدي كده، انا قصدي على مستر حازم. غدير غيري طريقتك دي، ها؟ وبعدين دي زميلتك زي ما هي صاحبتي، حاولي تبقي طريقتك احسن من كده، اوكي؟ براحتك، انا مالي، الحق عليا. لا الموضوع مش هياخد. ماشي، تخلصوا على طول. صباح الخير مستر حازم. اهلا، صباح النور، ازيك؟ الحمد لله. الكارت بتاعك بعد اذنكم. ايه يا بنتي اتاخرتي كل ده؟ عندي فين كده؟ اسكتي، بتاعتي اتحشر بره، ما عرفتش اعمل ايه. على طول انت كده ملخومه. اعمل ايه طيب؟ بصي بقى، ايه، جبت لك شويه طعميه سخنه نجنن. طعميه في البنك يا نادي؟ لا ما ينفعش. خلاص بلاش هاخدها انا. لا خلاص انا جعانه. يلا هيك شيت مر بيتمر والله، ما تقلقيش هخدمك في الكبيره. حازم؟ لا طبعا انت عبيطه، ما ينفعش استخدم سحر لا في الحب ولا في الكره. وبعدين يعني ما اللي يحبك يحبك واللي ما يحبكش ان شاء الله عنده محبه. طب وانتوا داخلين كده كان في شويه ضحك ولطافه، هو كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لي طلعي فايلات العملاء من 2010 ل 2015 عشان مش بنتعامل معاهم وحطهم على جنب عشان التفتيش جاي يوم الاحد. ارتحتي؟ ارتحت. طب بقول لك ايه، هو ما ينفعش تستخدمي الهوكس بوكس السحر بتاعك ده، يعني مش لازم تخليه يحبني، بس حتى يشوفني جميله كده وحلوه في عينه. بصي انا ممكن اسحر لك تبقي هيفاء وهبي، بس مش هنلحق بقى من رجاله البنك كلهم، مش حاسب بس مش حاسب. بس ما تضحكوني معاكم. لا ما احنا هنضحك كتير بقى انتوا. هنضحك كتير. اصل مستر حازم قال لي ان احنا نسهر مع بعض هنطلع فايلات العملاء من الارشيف. مستر حازم، ايوه. الورق اللي حضرتك طلبته مني ده اخلصه بكره ولا ينفع بعد بكره عادي ولا ايه؟ لا هو انا مش مستعجل عليه، مفيش مشكله خالص. متشكر جدا يا ناديه طبعا. ازاي؟ انا هضطر بقى اروح لوحدي، اصل انا كنت عامله حسابي ان انا اروح انا وشيري، وحضرتك قلت لشيري انها تقعد تكمل شغل، فمش عارفه بقى اروح لوحدي ازاي يعني عارف انت. استنيها ان شاء الله مش هتاخر. انا بقول يعني لو طريقك. انتوا رايحين مكان معين تحبوا اوصلكم؟ لا احنا مش رايحين مكان معين ولا حاجه، انا معايا عربيتي. متشكر جدا يا غدير، احنا بنتكلم عادي. طيب عن اذنكم. انت رايحه فين؟ همشي، انا خلصت شغل وشيرين جوه بتكمل الحاجات. معلش يعني غدير، بس هو اللي بيحصل ده ينفع؟ هي اللي جوه دي بتفهم حاجه؟ دي لسه جديده. لنفرض انها حبت تسال حد، هتسال مين؟ الامن؟ انت المفروض مديرتها. ما هو يا مستر حازم اصل الشغل اللي جوه مش مهم قوي يعني، فهي ممكن تخلصه. غدير مفيش شغل مش مهم. هترجعي انت ولا ارجع لها انا؟ هرجع انا يا ريس، عن اذنك. اتفضلي. يا ماما. لا يا ماما انا عندي شغل كتير قوي، مش هاجي دلوقتي. لا اتغدي وتعشى، انا مش هروح قبل 10. ماشي يا ماما، والنبي يا ماما اقفلي دلوقتي، والنبي اقفلي. باي. بسم الله الرحمن، ان شاء الله كل حاجه سهله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي! يا نهار اسود! انت لا هتلاقي سهله ولا ليله، ده فيها ولا للصبح. وايه لازمته التحقيق بس يا مستر محمود؟ والله العظيم كنت تعبانه قوي. لازمه التحقيق عشان في تغيب 5 ايام كاملين بدون انذار سابق، بدون اجازه، بدون اي توضيح مسبق، وفي تقصير كمان 5 ايام في العمل في حضور لجنه بتمر كل 6 شهور. ولازم تعرفي على فكره ان ده مش قراري، ده قرار مدير الفرع. يعني الموضوع مش هيطلع للجنه الشؤون القانونيه في الاداره العليا. عامه احنا عايزين نعرف الواقع بالظبط عشان نعرف ناخد الاجراء اللازم. سين، ما سبب انقطاعك عن العمل؟ كنت تعبانه. تعبانه ده اللي هو تعبانه ولا تعبانه؟ تعبانه قوي. تعبانه قوي. طب يعني هو نوع التعب القوي عندك اللي هو ايه يعني؟ انهيار عصبي. انهيار عصبي. اوكي. طب يعني كشفتي يعني عند دكتور تبع البنك بتاعنا؟ لا. طب يعني كشفتي عند مستشفى تبعنا وهي اللي شخصتك؟ لا. ما شاء الله. طب يعني انت شخصتي نفسك كدكتوره يعني ولا؟ طيب تمام. بصي يا استاذه غدير، مش هينفع يعني. عامه كان لازم حضرتك
تكشفي عند مستشفى او دكتور تبعنا وهو اللي يطلع لك الاجازه المرضي. انا مستغرب يعني تبقى لك ما شاء الله معانا 3 سنين، يعني انت اول مره تمرضي معانا يعني ولا؟ ما انا عارفه والله يا مستر محمود، بس غصب عني ما كنتش قادره اقف على رجلي ولا حتى اتصل بالتليفون اخد مرضي. طيب بصي يا استاذه غدير، هو يعني فكره ان انت شخصتي نفسك ما شاء الله الله اكبر وحالتك يعني اعصابك متوتره جدا وما بترديش على التليفون فهمناها، اوكي، بس فكره انك ما بتفتحيش الباب وما فيش حد عندك في البيت بيفتح الباب يعني صحراء؟ مش فاهمه. زميلتك شيرين كانت لايصه مع التفتيش، وطبعا في تاخير شغل وفي ملفات وفي عملاء وفي حاجات كتير ما حدش يعرفها غيرك. مدير البنك وكلني شخصيا ان انا اروح لحد البيت عندك واطمن. اصل انا وماما كنا بايتين عند خالته عشان بنخاف نبات لوحدنا. ليه ان شاء الله في طار؟ بص بقى يا مستر محمود، انا ما كنتش عايزه اتكلم، بس اللي اسمها شيرين صالح دي بتعمل سحر واعمال. سحر واعمال؟ ايوه. يعني بتجلب الحبيب وتبعد القريب ولا؟ بصي هتقدر تعمل اي حاجه، انا شفتها بعيني وهي بتلف الارشيف كده بصباعها يمين وشمال. بصباعها يمين وشمال؟ بص انا عارفه انت مش هتصدقني، بس والله العظيم والله العظيم ده اللي حصل وشفتها بعيني. انا بس اترعبت وخفت وجريت في مكان هي ما تعرفوش عشان استخبى لحسن تشوفني في البلوره السحريه دي وتاذيني. في البلوره؟ ايوه. لا ده موضوع ما يتسكتش عليه. طب والبلوره ما كانش واضح فيها عنوان خالتك؟ يا مستر بقى. مستر بقى. استاذه غدير، انا عايزك تركزي الفتره اللي جايه وتركزي في شغلك كويس، اوكي؟ وخلي بالك لحسن شيرين صاحبتك تحطك جوه البلوره. مش ممكن شيرين. اتفضلي يا استاذه غدير، اتفضلي. الو، انا شيرين صالح من اداره الائتمان يا فندم. ازاي حضرتك؟ هو كان في كمبيالات متعلقه بقالها 9 شهور كنا عايزين نسددها. طب ثانيه واحده كده اشوف. في دولار في الحساب. خلاص هستنى حضرتك بكره. خلاص شكرا يا فندم، شكرا. الو، ايوه مستر حازم. خلاص 10 دقايق وهكون عندك. ميرسي يا مستر، شكرا. اولا التفتيش بعد التقرير بتاعه والحمد لله ما فيهوش اي ملحوظات سلبيه، بالعكس دول بيشكروا فينا كمان، وده اكيد بفضل مجهودك يا شيرين. انت تعبتي قوي في شغلك معاهم. الحمد لله يا رب، والله انا بعمل كل اللي اقدر عليه. برافو يا شيرين، كيب ات اب. بخصوص بقى نجاحك ده المبهر الملفت، يعني في شويه كلام كده من زمايلك، انت عارفه ان نفسنا حاجات خفيفه كده، يعني بيقولوا شويه حاجات كده. ها؟ بيقولوا ايه؟ حاجات كده بصراحه، اصل يعني مش عارف اقول لك يا شيرين بصراحه. لا قول لي. بيقولوا انك بتعملي سحر، يعني مخاويه، تقدري تقولي انك مخاويه. انا فعلا بنسى اجيب العصايه السحريه معايا وانا جايه الشغل. طب هايل، لو نسيتي تجيبيها بعد كده هخصم لك. ماشي، انا هستأذن انا بقى، وميرسي قوي على تشجيعك ليا يا مستر حازم. شكرا. اتفضلي. ايه يا بنتي وقفتي ليه؟ ناديه، هو انت فتنتي عليا؟ نعم، فتنت عليكي ازاي يعني؟ اصل مستر حازم النهارده بيقول لي ان انا مخاويه وبعمل سحر، وفي حد من الزملاء على علم بده. والله العظيم ما انا يتقطع لساني ولا اموت حتى لو كنت قلت حاجه زي كده. يا بنتي انت مجنونه، بتشكي فيا انا؟ لا والله زعلت. خلاص والنبي ما تزعليش، انا اسفه والله العظيم، انا واثقه فيكي. وبعدين انا قلت الحب اعمى بقى واتدلدقتي في الكلام. يعني الحب اعمى بس مش للدرجه دي، مش لدرجه ان انا بوظ لك الدنيا. خلاص ما تقفشيش، خلاص انا اسفه. ترى بس مين اللي شافني؟ هو انت عملتي اي سحر في البنك؟ لا، قصدي مره كده وانا في الارشيف اضطريت ارتب كل حاجه بحركه على السريع كده. حركه على السريع كده؟ انت هبله صح؟ في كاميرات في البنك اكيد صورتك. لا، ما انا عطلتها. لا ده شغل عصابات فاخر ده بقى. طب ممكن يكون اي حد من الامن شافك. لا انا عرفت، انت عارفه مين اللي شافتك؟ مين؟ غدير، وهي اصلا ما بتطقكيش وراحت قالت لمستر حازم. لا هي يومها مشيت وسابتني اصلا، وقلت لها انا عايزه افهم شويه حاجات، قالت لي لا انا ماشيه خلاص انا خلصت. اللي انت مش فاهماه ان هي جت، انا كنت واقفه مع مستر حازم وقلت له انها ماشيه، قالها لا ارجعي واقعدي معاها. هي بقى رجعت وشافت الهوكس بوكس بتاعك، وطبعا حكت له. يا نهار اسود، اتاريها عماله تبص لي من فوق لتحت كده وعماله تتودود مع اللي جنبها. هي اللي شافتني. طب اعمل ايه والنبي ساعديني. طب هفكر لك. طب تعالي واحنا ماشيين. هتساعديني؟
يا مستر محمود انا مش عارفه مستر حازم مستقصدني كده ليه؟ وانا كنت عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ قولي ما عملتيش ايه يا اختي. يعني ما شاء الله عليكي، تاخير وعدم التزام عديناها، الجنان اشتغل قلنا ماشي، تهتي في البلوره عديتها، انما يا استاذه ترقصي في الفرح؟ بترقصي؟ والله يعني لو عند حضرتك طموح في الرقص ممكن تقدمي استقالتك وربنا يوفقك، بس بعيد عننا. مستر محمود ما ينفعش كده، انا من احسن الموظفين هنا في البنك، والله العظيم من ساعه اللي حصل ده وانا عايشه في عذاب، واللي اسمها شيرين دي لو سمحتي ما تغلطيش في الزملاء، وكفايه بقى تهيؤات. طب ممكن تفهمني بعد اذنك؟ انا يعني ممكن ارقص مع اصحابي، ارقص في فرح، لكن مش هرقص في البنك. والله العظيم انا مش عارفه، كانت حاجه كده سحريه بتحركني، واللي اسمها شيرين دي اصلا مخاويه عندها قدرات مش طبيعيه. طب يا ستي انا هفترض ان كلامك صح، همشي معاكي. طب يعني هي ناديه عندها علم بالقدرات السحريه دي؟ اكيد، دي صاحبتها الانتيم وسرها كله معاها. حلو قوي. انا يا ستي هسالها، ولو فعلا شيرين طلع عندها قدرات سحريه زي ما بتقولي، والله بنفسي اللي اقدم لها في السيرك القومي. تمام؟ حلوه الفكره دي. حلو. استني انت رايحه فين؟ استاذن ايه؟ اتفضلي مديني هنا. ايه ده حضرتك حرمانك من حوافز نص الشهر ده، على فكره ده قرار المدير مش قراري، انا لو عليا والله لارفدك، بس يلا الحمد لله بنعمل الخير ونرميه في الارض. برضه ما انا فهمت. معلش هتعدي ان شاء الله باذن الله. امتى يا حبيبتي؟ يلا. شيرين حرام عليك بقى يا مستر محمود، هو الناس عفرطه. معلش اصل عجبتني بصراحه. لا بس انت مامتك شكلها دعت لك دعوه كده على مني عاديكي، وخصوصا غدير البنت لسعت خالص. شفتي بقت بتضحك قوي. يا سلام، وانا مش فاهمه كل ده شغل الهكس بوكس بتاعك. انت الله يخربك ده هتضحيني، بعدين قلت تلاقي عني شويه بصراحه. هي اتلهت بعقل، البنت بقت لاسعه خالص. انت مش فاهمه مستر حسن مسميها ايه؟ مسميها غدير كهرباء. لا في موظفين مسمينا غدير اللاسعه. بس بقول لك ايه، بنت حلال وتستاهل كل خير. لا بصراحه هي قرشانه اصلا. بس اقول لك على حاجه، انا بفكر ان يعني اهدي اللعب شويه، يعني كفايه عليها كده. طب بقول لك ايه، طالما انت يعني قررتي تكسري قاعده كده وتلعبي في البنك، ما تشوفيني بحاجه كده مع حازم. هنعيده تاني يا ناديه؟ انا عارفه ان هو ما ينفعش في الحب ولا في الكره، بس انت ممكن تخلي رقبته تتلوح كده لما يشوفني، او ممكن تخلي ريحتي حلوه كده، فاول ما اعدي اهفهف كده فيحس بريحه حلوه فيبص لي. طب ما تحطي برفيوم حلوه وخلاص، ايه الاوفر ده؟ خلاص يا ستي، انا مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. قولي لي انت ممكن نعمل ايه؟ اي حاجه كده خليه بس يحس بوجودي. ما انت موجوده يا ناديه، هو انت انفيزبل وومن؟ يا ساتر عليكي لما تحبي تقفلي كل حاجه. مش ممكن انت مش هتساعديني يعني؟ هساعدك انا في حاجه حلوه. هشوف هعمل ايه وهعمله يا ناديه. والنبي يعني ده انت بقيتي لا تطاقي انت كمان. الحقني يا مستر محمود. يا دي النيله عليا، انا عندي مصيبه. خير يا استاذه غدير، في ايه حصل؟ امبارح وانا مروحه سايقه عربيتي في موتوسيكل جه نتش الشنطه بتاعتي. يا نهار اسود. طب ولحقتي تاخدي رقم الموتوسيكل؟ للاسف لا، ما انا بقى جالي انهيار عصبي تاني. لا حول الله يا رب. طب يعني يا استاذه غدير، يعني الشنطه دي كان فيها فلوس كتير؟ مش مهم الفلوس، المهم ان انا كويسه. المصيبه الاكبر بقى ان الشنطه دي كان فيها مفاتيح الشانون، ولا معيش غير نسخه واحده بس، ومستر حازم عايز النسخه الثانيه حالا عشان نفتح الشانون ونجيب له فايل مهم للعميل. وانا اعمل ايه يعني؟ ما انا من امتى باخد مفاتيح يعني من مفاتيحكم؟ ما المفاتيح دي بتستخدميها انت والاستاذه شيرين. ما هي الست شيرين لسه ما جاتش. ما هو الست شيرين كلمتني واعتذرت عشان عيانه، وطبعا كلمت الدكتور، ما اصل عارفه اصول الشغلانه. مش وقت تقطيم بقى يا مستر محمود دلوقتي، هتساعدني ولا لا؟ الو يا حزوم يا حبيبي. طبعا انا بعت الايميل وعملت زي ما قلت لي بالظبط، اول ما يردوا عليا هقول لك على طول. طيب حازم بعد اذنك، بس كنت عايز اتكلم معاك في موضوع. اكيد طبعا عن الشغل طبعا. طب هاجي لك المكتب انا والاستاذه غدير. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. يا شيري يا شيري قومي. لا سيبيني والنبي، وانا واخده اجازه عشان خاطري. قومي ضروري يا شيري، يلا بقول لك قومي. يا شيري كلموكي من البنك ومستر حازم عمال بيدور عليكي وعايزينك تروحي حالا. ايه؟ من البنك ليه؟ عايزين ايه؟ بيدوروا على مفتاح الشانون مش عارفين يفتحوه، محتاجينك ضروري، يلا قومي. ربنا يبشرك يا فيفي، ربنا يبقى حتى يوم الاجازه مش عارفه انام براحتي. بقول لك يلا قومي. كده كتير قوي. اوعي يا ماما، يلا حتى اوعي يا ماما. يا ماما الواحد حتى مش عارف يعني يستخدم السحر براحته. شيرين احنا قلنا ايه؟ انا بهزر والله، ما قلت حاجه. والله العظيم انا كنت سايباه هنا، انا مش عارفه راح فين، اختفى باين. اكيد اختفى بطريقه سحريه.
والله العظيم انا كنت سايباه. مش وقته، في تسيب واضح وهنعرف مين السبب فيه. المهم دلوقتي ان انا عايز المديونيه بتاعت شركه البرعي. الراجل قاعد عندي جوه في المكتب مش عارف اتكلم معاه في اي شغل. اكسري الزفت ده. انا لقيت المفتاح معايا. انا اسفه، اصل انا اخدت المفتاح وهي مش موجوده، كنت بجيب صور شيكات متاخره من الدرج ونسيت ارجعه تاني. يلا خدي افتحي. يلا بقى افتحي. ايوه اهو. انا اسفه جدا جدا جدا. مفيش مشكله، انت تقدري تمشي دلوقتي، بس لما ترجعي بالسلامه انا محتاج اقعد معاكي انت وغدير. اما بقى بالنسبه لحضرتك فانت مش من حقك انك تفتحي الدرج بتاعها وتاخدي منه اي حاجه وهي مش موجوده. عهدتك انت دي ولا عهدتها هي؟ هي. ما تتكررش تاني. انا اسفه. ما تزعليش. والله العظيم انا كنت سايباه هنا، انا مش عارفه راح فين. اختفى باين. اكيد اختفى بطريقه سحريه. والله العظيم انا كنت سايباه. مش وقته، في تسيب واضح وهنعرف مين السبب فيه. المهم دلوقتي ان انا عايز المديونيه بتاعت شركه البرعي. الراجل قاعد عندي جوه في المكتب مش عارف اتكلم معاه في اي شغل. اكسري الزفت ده. انا لقيت المفتاح معايا. انا اسفه، اصل انا اخدت المفتاح وهي مش موجوده، كنت بجيب صور شيكات متاخره من الدرج ونسيت ارجعه تاني. يلا خدي افتحي. يلا بقى افتحي. ايوه اهو. انا اسفه جدا جدا جدا. مفيش مشكله، انت تقدري تمشي دلوقتي، بس لما ترجعي بالسلامه انا محتاج اقعد معاكي انت وغدير. اما بقى بالنسبه لحضرتك فانت مش من حقك انك تفتحي الدرج بتاعها وتاخدي منه اي حاجه وهي مش موجوده. عهدتك انت دي ولا عهدتها هي؟ هي. ما تتكررش تاني. انا اسفه. ما تزعليش. خلاص يا انسه ناديه، عشان خاطري ما حصلش حاجه، والله ما حصل حاجه يا ستي. انا عمري ما قصرت في شغلي، يعني انا مش فاهمه ليه بيحصل لي كل ده عشان بس فكرت ان انا اساعد زميلتي. لا، مين قال كده؟ انت ما قصرتيش ولا حاجه، انت زي الفل والله. انت يعني انت زي الفل. مين قال ان انت غلطتي؟ بالعكس دي مش غلطتك والله. انت بس يعني الصبح كنت خدي بالك وتسلمي المفتاح للاستاذ حازم او الاستاذه غدير. هي غدير دي بقى ما تجيبليش سيرتها لو سمحت. طيب يعني انا بس عايز اقول لك ان يعني الكلام اللي هيدور ما بيننا ده يعني اعتبريه مش تحقيق رسمي، هو مجرد بس كلمتين كده هندردشهم، عشان دي مذكره هطلعها للاستاذ حازم، هيبص فيها يعرف بس اللي حصل ده ليه وازاي وخلاص على كده. يعني انا دلوقتي هسالك سؤال بسيط كده. سين، ما هو سبب احتفاظك بمفتاح زميلتك؟ جيم علشان كنت متصوره هشوفها الصبح وهدولها. شفتي؟ بس كده. طب هو انت ممكن توضح الموضوع بالبساطه دي كده لمستر حازم، عشان بس مش عايزاه يبقى واخد على خاطره مني. يعني اوضح مستر حازم ليه؟ يعني انا شايف ان احنا بلاش نرغي في الموضوع ده اكتر من كده، يعني الموضوع خلصان خلاص، ما تشغليش بالك. لا، ما هو هيفضل زعلان مني برضه. ليه يعني وانت قتلتي قتيل؟ طب تفتكر ممكن يكون مستر حازم زعق لي يعني كده قدام الناس كده وكده عشان يلم الموضوع؟ مستر حازم؟ لا، هو يعني اللي بيلم الموضوع انا اللي بلم الموضوع مش هو يعني لو على مستر حازم يعني كان زمانه عمل لك لف نظر. فعلا؟ فعلا ونص. ده مستر حازم وانا عارف. هو تلاقيه طبعا دلوقتي مش طايقك ولا طايق سيرتك، بس انا طبعا ربنا قدرني قعدت الم في الموضوع لحد ما بقت كده. الموضوع بسيط جدا. كتر خيرك يا محمود. اجيب لك ليموناده؟ لا مش عايزه. اقعدي بقى خلاص. انا اصلا مش عارفه انا ايه اللي جابني. انا كنت عايزه اقعد مع نفسي في البيت كده، اقعد اكلم نفسي، مش عايزه اكلم حد. واديك يا ستي اتزنيتي عليا وجيت لك خلاص وشفتك، سيبيني امشي بقى. خلاص بقى يا بطاطس بقى، خلاص بقى ايه بقى، اتمرمطتي واتهزقتي. هزقت جامد. انت ما تغيريش؟ لا بغير خلاص. انت خليتيني انسى والله. البت غدير دي حاجه خنيقه قوي. يا رب ينقلوها ولا ينقلوني انا. لا ايه ينقلوك انت؟ لا طبعا بعد الشر، وانت احسن منها 100 مره. ده غير ان انا محتاجاك عشان موضوع حازم ده. يعني انا في الاول كنت متضايقه ان هو مش واخد باله مني، دلوقتي ما شاء الله ما بقاش طايقني خالص. تقدمنا. لا بس اقول لك على حاجه، هيشوفك والله العظيم وهيحس بيكي وهيحبك. ايه ده؟ ازاي بقى؟ ايه؟ اسمعي مني. هكس بكس بقى وكده. اسمعي مني. لا والنبي قولي لي ازاي. اقول لك
سيبيني افكر. فاهمه بقى انا مبسوطه ازاي ان انت رجعتي تاني. البنك من غيرك كان يخنق. لا انا عايزك تتعودي على كده بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه، انا مخنوقه من الشغل قوي يا ناديه. إيه ده؟ مخنوقه قوي، انا ما نمتش طول الليل. ليه كده؟ اقول لك على حاجه بصراحه، ايه بقى؟ هخش دلوقتي هطلب طلب نقل، اترفض هستقيل. ايه يا بنتي الجنان ده؟ اللي بقوله لك. واحنا مش متفقين بالليل على كل حاجه خلاص؟ ايه جاي تغيري كلامك دلوقتي ليه؟ انا حاسه ان انا مش مرتاحه، مخنوقه من اللي اسمها غدير دي، مخنوقه يا ناديه، حسي بيا بقى. لا قولي الحقيقه بقى، انت مش مخنوقه من غدير، انت مخنوقه من زني عشان كل شويه زن بقى واقول لك ساعديني. انت مجنونه؟ لا طبعا مش منك، انت عبيطه. طب بصي خليكي، وانا اقسم بالله بجد مش هقول لك تاني اعملي حاجه ولا ساعديني ولا اي حاجه، مش هطلب منك اي مساعده خالص. بقول بس لك اقعدي. ايه، بقول لك انا وعدتك وهنفذ وعدي وهساعدك، يعني هساعدك. خلاص انت اختي يا ناديه، عيب عليكي. بجد هتساعديني؟ يبقى خلاص بقى نكنسل الموضوع بقى، امشي واستقيل. لا قبل نشوف الموضوع ده، هنشوف الموضوع ده. هنكنسل الموضوع. تتنقلي ايه يا شيرين بس؟ مش هينفع. ما اي شغل جديد في بدايته بيبقى فيه شويه صعوبات، بس مع الوقت الصعوبات دي بتبقى جزء من شغلك. وبعدين انت لو رحتي اي فرع تاني او تالت او رابع هتقابلي نفس المشاكل دي. مش الحل ان احنا نسيبها ونمشي. ولو على الشغل يا ستي احنا هنا مقدرينك جدا ومبسوطين منك. انا مش موافق يا شيرين بصراحه. هو انا لما جيت الشغل هنا كنت مبسوطه وطيروني من الفرح ان ابقى جزء من التيم ده، بس يعني لو وجودي هيسبب مشاكل انا مش عايزه اضايق حد بصراحه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش مطلوب منك الناس تحبك، انت مطلوب منك شغل. ولو على الشغل تاني بقولك ان احنا مقدرينك ومبسوطين منك جدا. وبعدين بقى يا ستي كلام بيني وبينك مش للنشر يعني. الناس اللي انت متضايقه منهم ومضايقينك دول من هنا مش اسلك حاجه. يعني كويس انك لسه واقفه على رجلك، احمدي ربنا. كفايه بقى افكار سلبيه وقومي يلا شوفي شغلك عشان انا مستني منك حاجات كتير قوي. يعني اروح اشتغل خلاص؟ يعني اقعد على المكتب وكأن مفيش حاجه حصلت؟ ولا لا؟ لا هاتي الملف ده. لا خلاص هاتي انا همضي لك على طلب النقل ده، انت لازم تمشي، انت مكانك مش هنا. انت ما صدقت ولا ايه يا مستر حازم؟ خلاص. طب يلا قومي. امشي؟ قومي بقى. شكرا قوي يا مستر حازم. تحت امرك. هكمل بقى. غدير قالت لك كده يا احمد؟ ايوه يا استاذ حازم، هو ده اللي حصل. كده مبقاش في حد في البنك ما بيشتكيش منها. ماشي، متشكر جدا يا احمد. اتفضل. مستر حازم، ايه يا ناديه؟ انا كنت عاوزه اتكلم مع حضرتك في حاجه كده على السريع. خير يا رب، بس ما يكونش بخصوص غدير برضو. لا هو فعلا بخصوص غدير. من الاخر كده يا ناديه، غدير بتضايق شيرين صح؟ اصل انت عارف حضرتك، يعني شيرين لسه جديده في الشغل، غدير ساعات بتحب تفرض سيطره يعني وكده. يعني بتضايقها؟ فعلا بتضايقها. ماشي، انا هعرف اتصرف معاها. بقى انا لما طلبتش اتنقل وحبيبك عايز يرميني في فرع الشروق، وطبعا انت عارفه ليه. هو انا هعرف منين؟ عموما بيقولوا فرع الشروق شيك وحلو قوي، هتتبسطي في القعده هناك ان شاء الله. مش هرتاح لما افضح صاحبتك المخاويه، ولعلمك هي واكله بعقل حازم حلاوه بالشعوذه بتاعتها دي. وعلى فكره هو مرشحها في كشوفات الترقيات بتاعه السنه الجايه. وانت بقى عرفتي منين كل ده؟ ده انت بقى اللي مخاويه مش هي. انا مفيش ورقه في الفرع ده بتطلع الا وانا عارفاها. وعلى فكره اسمك مش في الكشوفات دي. ربنا يهديكي يا حبيبتي، ربنا يهديكي. تيجي ناكل بطاطا؟ لا مش حاسه. سخنه مولعه نار كده. لا ماليش نفسي. لا طب ايس كريم؟ ولا ايس كريم. لا ايه يا ناديه، هو انت مالك مبوزه كده ليه؟ هو انت فعلا طلبتي النقل من حازم؟ بس هو اقنعني ان انا اقعد يعني، وهقعد خلاص، الموضوع اتقفل. انت بتسالي ليه؟ اصل هو بلغ غدير ان احتمال ينقلها فرع الشروق لما يفتحوه. احلفي بجد بس انا حاسه ان هو عمل كده مخصوص علشانك. انا دايما بقول المدير الحنين ده بيبقى رزق. لا هو حنين قوي فعلا. انت قصدك ايه؟ مش عارفه بقى، شوفي انت. بطلي هبل. وبعدين خلاص انا هبتدي اعمل اللي نفسك فيه. فعلا؟ والله العظيم. نشوف. هتشوفي بنتي، انت معاكي ساحره. في اوراق مش ناقصه من ايد حضرتك. دي اسماء العملاء المتعثرين، دي العملاء المنفذه. يا عم اخلص بقى، انا نفسي هفان اضرب شويه طعميه سخنين وشويه طماطم مخللين كده في عيش بلدي. ياه، ايه ده شغل فاخر قوي بقى، شويه طعميه سخنين، طماطم مخلله، عيش طازه، ده لو حضرتك ما فطرتش يعني. الصداع هيفرتك دماغي. شايفاك مصدع طول اليوم. شايفاني مصدع؟ شايفاه ودي بتتشاف ازاي دي؟
بس برافو برافو. اجيب لها ايه بقى في عيد الام؟ انا كل سنه بتزنق نفس الزنق. مستر حازم، النهارده عيد الام، ففي واحده صاحبتي جابت لي شويه هدايا زياده كده. حضرتك جبت هديه لعيد الام؟ لا ده كتير. كتير اخدهم؟ لا تاخدي ايه؟ ده انت بتقري افكاري. انت وقعتي لي من السما. راجعها مره تانية وابعتهم لي، اوكي؟ هو مفيش فطار النهارده ولا ايه؟ عيب عليك، موجوده على المكتب وسخنه وطازه زي الفل. انا كنت عايش من غيرك ازاي؟ ها؟ ازاي؟ اعملي حسابك هنتغدى بره مع بعض النهارده. سهله يا بنتي زي ما علمتها لك. يا غدير، ايوه فين اللي طلبته منك؟ والله يا مستر حازم انا خلصت كله وسيفته على فلاشه كمان، بس ما اعرفش راح فين، مش لاقياه والله. ده مش شغل بقى، ده هزار. طب ممكن من فضلك اديني فرصه بس، هطلع الشغل كله من على السيستم وهطبعه واجيبه لك لحد عندك. نص ساعه بس. نص ساعة ايه؟ نص ساعة ايه؟ الراجل هيبقى هنا كمان 10 دقايق، وطلب التسهيلات ده عندك على الاقل بقاله اسبوع، وطلبت منك ان كل الايميلز اللي تجيلك من الاداره فيها الموافقات تطبعيها وتبعتيها لي، وانت ما بتعمليش حاجه، مركزه بس في النم والكلام على الناس وخلاص. الشغل ده كله يروح لشيرين. تحت امرك. دلوقتي اتفضلي. ما تشغليش بالك، احنا برضو جايين هنا نشتغل مش جايين ننام. انا متشكر قوي يا شيرين، مبسوط منك جدا. ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ ايوه بعيط. ولا انتوا فاكرين نفسكم بس انتوا اللي بني ادمين وبتحسوا، وانا ما بحسش؟ مش انتوا بتقولوا عليا كده؟ طب بس خلاص ما تعيطيش، وعلى فكره مفيش حد بيقول عليكي كده. لا بتقولوا عليا عقربه من ظهري وانا عارفه. لا هو عقربه دي أنا اول مره اسمعها الحقيقه. بس انا بسمع عليكي حاجات تانية اكتر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجنان ده؟ ضحك وعياط في نفس اليوم؟ لا لا، ده انا هنده البنك كله يجي يتفرج عليكي بقى. تريق محدش حاسس بيا خالص. طب انا ويا ستي حاسه بيكي. مين بقى اللي قدر يعمل فيكي كده؟ مستر حازم فرج عليا البنك كله وشمت فيا صاحبتك. فعلا؟ يبقى انت اكيد عملتي حاجه غلط. انا ما عملتش حاجه، صاحبتك اللي عملت. على فكره شيرين طيبه وغلبانه جدا. على فكره بقى هي اللي بقت على الحجر ومش شايف غيرها عشان هي مجتهده. انت عايزه تجننيني؟ دي سحرانه يا بنتي. الكلام ده في دماغك انت بس، مفيش الكلام ده. السحر ده ايه؟ ايوه وقعتي بلسانك اهو، واعترفي ان هي بقى ساحره ومخاويه، انت عارفه كده كويس. عارفه ايه واعترف بايه؟ الكلام ده في دماغك انت بس. هي بنت شاطره ومجتهده، انت بس مش طايقاها من اول يوم، وده حالك مع اي حد. انت متخيله ان الناس كلها اعدائك وهياخدوا مكانك، ودي مش حقيقه. وبليز ما تتكلميش عن صاحبتي كمان كده، لان دي صاحبتي قبل ما تكون زميلتك. يا ده انا اقدم حتى، يعني حتى ما يصحش. انت ليه بتعاملي انا كاني طفله بصراحه؟ انت طفله اصلا، هو انت يعني مش عمرك شيرين، ايوه بقول لكم ايه، انا عربيتي هتخلص في التوكيل كمان ساعه. تيجوا نروح نتغدى؟ لا مش هينفع، انا لازم نمشي عشان انا ماما مستنياني هتغدى وكده. لا مش هينفع. احنا يا جماعه مش هنتاخر، ده المكان قريب من هنا جدا. انا تمام. انت تمام؟ يبقى انا تمام. احنا اصلا تمام. طب اتفضلوا. يلا اتفضلوا. طب بص، احنا هنروح الحمام وهنجيلك على طول. احنا لا خش انت، انا تمام مش عايزه. خليني معايا، هنروح احنا ثواني وجايين. يلا. اطلب لنا بقى انت حاجه على ذوقك، حاجه حلوه. ثانيه واحده. ايه بقى؟ ايه مش هنخش الحمام؟ حمام ايه؟ اتحرق الحمام دلوقتي بقى. انا دلوقتي الراجل عمال يقول لنا تعالوا غديكوا بره وبيستلطف وبتاع، وانت اصل ماما ونيني نيني نيني نيني، وانا اغمز لك بقى علشان تخلعي وتفهمي، وانت ما فيش، الاي كيو بتاعك واقع وقفلي زي الصنم. هو انت بتغمزي لي عشان امشي؟ لا بغمز لك بعكسك. هو انتوا عاملين الفيلم ده كله عشان تجيبوا لي محرم؟ الحمد لله على سلامه الاي كيو. يا حبيبتي، ده بعد اذنك يعني.
طيب ربنا يسهل لي كده. هيسهل لي ازاي؟ هيسهل لي ازاي وانت قاعده لي زي الباراشوت كده؟ مش هيسهل لي كده. بصي احنا هنخرج دلوقتي نقول له اي حاجه كده يعني وانت تخلعي فيها بقى. لا بلاش، انت بتبان عليكي كده، سيبيني انا. انت ما يبانش عليكي خالص، سيبيني اسبقها مع نفسي كده وهتشوفي. وريني ابداعك، اتفضلي. ايه يا مستر حازم، طلبت لنا حاجه؟ لا انا مستنيك ونطلب مع بعض كلنا. ماشي نطلب مع بعض. هتطلبي اكل ولا ايه؟ عشان ما يبانش، استني اصبري شويه وبقى امشي. بصوا يا جماعه، هم عندهم هنا الباستا هايله. تاكلي باستا؟ اكل. لا ما ينفعش تاكل باستا، دي عندها القولون يتنفخ من الباستا، ما تستحملش. لا بلاش. في كمان هنا بيتزا حلوه قوي. مارجريتا. البيتزا معجنات، ما هو كله معجنات زي بعض برضه، ينفخ لها القولون. ايه يا بنتي انت ناسيه بتقعدي بالليل تبهدلينا؟ خلاص بلاش عجينه خالص. ستيك بقى، ناكل ستيك. ماشي. انا يا جماعه ستيك لحمه بره البيت، لحمه تطلع لحمه كلاب ولا لحمه حمير ما نضمنش. لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ايه بقى؟ افتكرت حاجه. انا لازم امشي عشان ماما كانت طالبه مني شويه حاجات كده، فلازم اقوم يعني. طب احنا كده مش هنتاخر، ناكل بسرعه ونمشي. لا ما ينفعش، اصلا قلت لها هعدي عليك على طول بعد الشغل، فمش هينفع، معلش. ستي تاجل شويه يعني، انا بقول لك ساعه بالكتير. لا يتاجل ايه؟ مامتها ست صعبه جدا، ما ينفعش تاجل خالص، ده لو اتاجلت تبهدلها. يلا حبيبتي روحي الحقيها انت بقى بسرعه. ماشي انا همشي بقى. يلا يا حبيبتي. اوكي ولو في اي حاجه، لو يعني مفيش حاجه يلا. احنا كده قاعدين، لو قاعدين. خلصتي بقي تعالي ممكن نشرب حاجه مع بعض. ماشي. انا لو ماشي. جيت هبقى اكلمك يعني. انا اوكي ماشي؟ اوكي يا حبيبتي. اتبسطوا بقى انتوا وكلوا يعني، فرفشوا بقى مع بعض. ماشي يا حبيبتي. ايه هتمشي ليه بس؟ قلت لي بقى الستيك هنا اخباره ايه؟ هتاكلي لحمه بره؟ عادي، انا شخصيا باكل اي حاجه، لحم كلاب، لحم حمير، لحم معيز، اي حاجه تمام يعني. ايوه يا تيتا. ايه يا حبيبتي؟ مش هتعدي عليا النهارده ولا ايه؟ لا انا مروحه، اخيرا سبت حازم مع ناديه. بس بقول لك ايه، وانا ماشيه سمعت حاجه غريبه قوي في دماغه، وبعدين انا ما فهمتش هو كان قصده ايه. انا هموت وارجع اعرف هو كان عايز ايه. طب ما ترجعي عشان تفهمي. ما انا خايفه ارجع ابقى باراشوت، وبعدين انا خايفه قوي على ناديه من اللي سمعته. طب قولي لي سمعتي ايه؟ بقول لك ايه، انا هرجع واكلمك تاني احكي لك اللي حصل. طيب ماشي، باي باي. الاكل هنا فعلا طعمه حلو قوي. شفتي مش قلت لك؟ ده كمان عندهم هنا ديزرتس تحفه. كمان حلويات. انا بقى مش قادره اقول لك بقى، انا في الحلويات دي ممكن اكل منها طن مثلا، وتلاقيني بقى بهايبر بقى كده، وبتقلب معايا بانرجي رهيبه. طن؟ والله انت عليكي اكسبريشنز مسخره. وليه اكسبريشنز؟ انا اصلا مسخره. يخرب بيت فقرك، انت كنت فين يا بنتي من زمان؟ كارثه بجد. رجعت الحمد لله. يخرب بيتك قمر. انا رجعت. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك؟ هو انت مش المفروض روحتي لمامتك وكان عندك حاجات ولا ايه؟ لا ما خلاص يعني، هي اتصرفت وقلت اجي اقعد معاكم شويه. طب كويس، عشان الاقي حد اروح معايا بقى. بالظبط. اشربي ايه يا شيرين؟ اي حاجه حلوه. والله انت اللي حلوه. لو سمحت. ممكن واحد كابتشينو بعد اذنك؟ تمام. حاجه تاني؟ تحبي تاكلي حاجه؟ لا انا شبعت خلاص، مش عايزه حاجه، شكرا. ميرسي جدا. تمام يا فندم، شكرا. طب ايه يا ناديه بقى، مامتك مش عايزاكي في اي مشوار؟ شيرين، هي مامتك فعلا هي اللي شايله موضوع السوبر ماركت ده لوحدها؟ هي اللي شايلاه لوحدها. ليه؟ حاجه غريبه جدا. اصلها يعني بيتهيألي انها شيله تقيله، مفيش حد بيساعدها؟ لا اصل ماما يعني شخصيتها قويه قوي، بتعرف تتعامل مع كل اللي حواليها، وبعدين هو مش حاجه كبيره قوي، هو حاجه صغيره كده على قدنا يعني. والله خليتيني عندي فضول اني اقابلها. اشمعنى؟ ست ناجحه وقويه، شايله مشروع لوحدها، وبعدين بنتها اهي زي الفل وشاطره. اكيد الواحد يحب يقابل الناس اللي زي كده. عندك حق. اوعدك يوم يعني بعد الشغل ابقى اوديك تتعرف عليها ان شاء الله. هو قال لك كده فعلا يا ناديه؟ يعني هو قال لك كنت فين من زمان وكده؟ قال لي كده، وانا هكذب عليكي يعني ولا ايه؟ لا ما قلتش بتكذبي، انا مستغربه بس. بقول لك ايه، هو انت ايه اللي رجعك الكافيه تاني يا شيرين؟ مفيش، اصل انا سمعت حاجه في دماغه يعني وانا ماشيه، فقلت ارجع اتاكد منها. سمعتي ايه بقى؟ لا جاوبيني، عشان انا من ساعتها وانا هتجنن. يا ناديه مفيش حد يسال انك تتجنني عشانه. شيرين انت مش عايزه تساعديني. كل ده ومش عايزه اساعدك؟ انا خليتك تقري افكاره وخليته يقرب منك، واللي انت عايزه تفهميني كده ان هو انبهر بيكي فجاه. لا طبعا كل ده بسبب سحر يا ناديه. حلو قوي، يعني انت صاحبه الفضل وصاحبه السعاده. كملي جميلك بقى وخليه يقول لي ان هو بيحبني بالمره ونخلص. ما ينفعش اجبره ويقول لك انا بحبك،
يا ناديه خليه يفهمك وتفهمي، مش ممكن لو فهمك ما يحبكيش يا ناديه؟ ما يحبنيش، امال يحب مين؟ ايه فاكراني هبله مش واخده بالي؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ انا فعلا ايوه هبله، وبعدين ما تتكلميش معايا تاني خالص لحد ما تعقلي كده وتعرفي انت بتقولي ايه. يبقى غدير كان عندها حق. غدير، انا بعتلك 3 عمليات، ممكن تمشيهم لي؟ حاضر، بس اديني بس ربع ساعه عشان ناديه مستنياني، هنفطر مع بعض. تيجي معانا؟ لا بالهنا والشفا انتوا. شيرين، نعم. انتي مروحه لوحدك ولا مستنيه حد؟ لا انا مروحه، بس عندي مشوار كده الاول هعمله وهروح. لازم بقى نقله بسطرمه جامده ولا حاجه؟ نقله بسطرمه. في حاجه؟ عموما لو تحبي نوصلك، احنا رايحين ناكل، تيجي معانا؟ لا انا طريقي غير طريقكم خلاص. والله يا شيرين وكبرتي وبقيتي بتعرفي تردي. كبرت. شفتي؟ عموما على كيفك، انتي اصلا مش محتاجه تاخدي مواصلات، انتي تركبي المقشه وتطيري. احسن عشان تبقي تسمعي كلامي. تيتا انا باجي هنا عشان ارتاح، انت بتحرقي دمي ليه دلوقتي؟ لا يا حبيبتي، تيتا والله بتحرقي دمي. والله ما قصدي، انا عايزاكي تبقي في احسن حال، بس انتي غاويه تحطي نفسك في حاجات غريبه كده. وايه الغريب يعني ان انا اشتغل في بنك؟ على فكره مليون الف حد يتمنى يكون مكاني. مليون الف حد عادي، مش حد عنده قدرات خاصه، بس انتي. انا ايه بقى؟ على فكره انا نفسي اكون بنت طبيعيه، يعني اتعامل زي بقيه الناس. بنت انتي بتحبي الواد ده؟ لا، وحتى يعني لو هو بيحبني انا ما ينفعش اعمل كده. ناديه بتحبه قوي، وناديه دي صاحبتي. اصيله يا شيري. عموما انتي صغيره لسه، ما تستعجليش. خلاص سيبيني امخمخ كده وافكر، وان شاء الله هلاقي لك. يا مساء السكر على احلى شوكولاتايه في العالم. هي ايه الحكايه بقى؟ فهميني. بقول لك ايه يا بنت انتي، فكي الراجل، ما يصحش كده. وبعدين افرضي حد دخل علينا دلوقتي شاف المنظر ده. لا كده كتير، كده اوفر، انا تعبت خلاص. لا لا لا. كنا بنقول ايه يا مراد؟ ايوه يا ابني، بكلمك من الصبح ما بتردش ليه؟ يا ابني مالكش دعوه بجوازي ازاي اذا كان دي واحده انت ليك دلال عليها. طب يا عم هقول لك يا معلم، بس بص قبل ما اقول لك يا يمين، انا بس عايزك تجس النبض الاول، بحيث لو رفضت ما يبقاش يعني شكل وحش وابقى عارف اتعامل معاها. يا عم قول لها اي حاجه، قول لها يا عم ان انا ابن خالتك. والله برافو عليك يا شيرين، الله ينور. كل بس المطلوب منك انك تتابع مع المدير المالي بتاعهم، بينسى. لا اكيد طبعا، عن اذنك. لا استني عشان عايزك. ايه؟ موضوع المذكره انا اصلا خلصت ايوه انا يا ماما ثواني، عايزك. الموضوع ملوش علاقه بالشغل، دي حاجه شخصيه، حاجه بخصوص ناديه. بصفتك يعني اعز صديقه ليها، فمش هلاقي حد احسن منك اتكلم معاه. هي ناديه يعني طيبه جدا وجدعه قوي واخلاق وكده، يعني مفيش حد احسن منها. انا عارف، بس انا بصراحه خايف انها تفهمني غلط. ما هو على حسب الموضوع، يعني هو ايه الموضوع؟ بصي، انا ابن خالتي عايش في دبي وبيدور على عروسه، عايز بنت تكون كويسه وشاطره في شغلها ومؤدبه وبنت ناس وجميله، وانا بصراحه شايف ان ناديه فيها كل المواصفات دي. ايه رايك؟ بص، هو انا رايي يعني الحب والجواز مش بيجي بالطريقه دي، بس لو هو شبهك كده، قصدي يعني لو نفس الباكج بتاعتك كده، هي ممكن توافق. ايه رايك نتقابل بكره في الكافيه يعني عشان نرتب الموضوع ده؟ يا ريت،
ناديه دي طيبه جدا. لا هي طيبه واخلاق وتربيه وكله، بس هي يعني لسعه شويه. هي لسعه فعلا. هو مين فينا مش لاسع يا مستر حازم؟ كلنا لاسعين والله. حتى انت؟ ده انا ألسع منهم كلهم. جرايه يا مستر. انت مش شايف؟ انت مجنونه. لا والله لا، ده انا مبسوطه والله عشان هنرتب للموضوع. ماشي. انت هنا مقضيها شغل وسايبه حبيبتك مع مستر حازم مقضينا اخر ضحك وفرفشه؟ انت عرفتي منين؟ يا بنتي انا مفيش هفوه في الفرع ده بتعدي عليا، صوت الضحك واصل لي. هو يعني الضحك عيب؟ ما تلاقيهم بيضحكوا في اي حاجه في الشغل عادي يعني. عادي ايه يا بنتي؟ انت هتفضلي عبيطه كده لحد ما تلهفوا منك. لا صعب. لا صعب ولا حاجه، مش عيب تتاكدي. طب اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. هاتي الكرسي وتعالي. الله ينور. كل بس المطلوب منك انك تتابعي مع المدير المالي بتاعهم، بينسى. لا اكيد طبعا، عن اذنك. لا استني عشان عايزك. ايه؟ موضوع المذكره انا اصلا خلصت ايوه انا يا ماما ثواني، عايزك. الموضوع ملوش علاقه بالشغل، دي حاجه شخصيه، حاجه بخصوص ناديه. بصفتك يعني اعز صديقه ليها، فمش هلاقي حد احسن منك اتكلم معاه. هي ناديه يعني طيبه جدا وجدعه قوي واخلاق وكده، يعني مفيش حد احسن منها. انا عارف، بس انا بصراحه خايف انها تفهمني غلط. ما هو على حسب الموضوع، يعني هو ايه الموضوع؟ بصي، انا ابن خالتي عايش في دبي وبيدور على عروسه، عايز بنت تكون كويسه وشاطره في شغلها ومؤدبه وبنت ناس وجميله، وانا بصراحه شايف ان ناديه فيها كل المواصفات دي. ايه رايك؟ بص هو انا رايي يعني الحب والجواز مش بيجي بالطريقه دي، بس لو هو شبهك كده، قصدي يعني لو نفس الباكج بتاعتك كده هي ممكن توافق. ايه رايك نتقابل بكره في الكافيه يعني عشان نرتب الموضوع ده؟ يا ريت. ناديه دي طيبه جدا. لا هي طيبه واخلاق وتربيه وكله، بس هي يعني لسعه شويه. هي لسعه فعلا. هو مين فينا مش لاسع يا مستر حازم؟ كلنا لاسعين والله. حتى انت؟ ده انا ألسع منهم كلهم. جرايه يا مستر. انت مش شايف؟ انت مجنونه. لا والله لا، ده انا مبسوطه والله عشان هنرتب للموضوع. ماشي. انت هنا مقضيها شغل وسايبه حبيبتك مع مستر حازم مقضينا اخر ضحك وفرفشه؟ انت عرفتي منين؟ يا بنتي انا مفيش هفوه في الفرع ده بتعدي عليا، صوت الضحك واصل لي. هو يعني الضحك عيب؟ ما تلاقيهم بيضحكوا في اي حاجه في الشغل عادي يعني. عادي ايه يا بنتي؟ انت هتفضلي عبيطه كده لحد ما تلهفوا منك. لا صعب. لا صعب ولا حاجه، مش عيب تتاكدي. طب اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. هاتي الكرسي وتعالي. يعني هو في سحر كده؟ يعني ممكن اخلي مثلا شكل وحش في نظرها فهي تبعد عنه؟ في، بس ما ينفعش عشان ده حب وكره. انت واثقه ان الواد ده ما بيحبش صاحبتك؟ قلت لك مليون مره مش اسمه واد. اتحمقتي قوي كده ليه؟ لا يعني اصل هو يعني مديري ونائب مدير الفرع كمان، فما ينفعش نتكلم عليه كده. شكلك وقعتي ولا حد سمع عليكي. لا وقعت ايه؟ انا بس بساعد نانسيا في مشكلتها. انت متاكده ان الواد ما بيحبش صاحبتك؟ يبقى لازم تقولي لها عشان ما تفضلش متعلقه في الحبال الدايبه. هو ده الكلام بتاع ناس كبار السن. كبار السن ده ايه؟ قصدي يعني الخبره. انت خبره. ايوه خبره ماشي. اخيرا عائلتي. سامحيني انا غلطانه. تعالي خشي خشي خشي. حقك عليا يا شيري، موضوع حازم ده جنني وخلانا كنا هنخسر بعض. الحمد لله انك عائلتي. بصي انا في حاجات كتيره قوي فايتاكي، بس يعني الخلاصه كده انا وحازم هنتقابل بكره. ايه؟ بصي برضو نفس الهبل اللي انت فيه يا بنتي، هو عايز يقابلني عشان هيقول لي على حاجه هتبسطك قوي. ما يجيش يحكي لي انا ليه؟ وانا حوشته؟ وبعدين انت ليه بطلتي تخليني اسمع افكاره؟ مش احنا كنا متخانقين؟ وبعدين يعني انا جربت كده كذا مره اسمع افكاره ولقيته بيفكر في حاجات يعني كبار، عيب يعني نسمعها انا وانت. ايوه بس هو برضه مش محتاج وسيط عشان يقول لي حاجه. خليني بس اقعد معاه بكره وافهم كل حاجه. المهم انت وحشتيني قوي. عشان لما اقول لك انها كانت بعقل الظنون حلاوه تبقي تصدقيني. بس حلو قوي اللي حصل ده،
هي كده فاكره ان انتوا رجعتوا حبايب، نقدر نعرف كل تحركاتها. بس هما يتقابلوا امتى وفين؟ النهارده في نفس الكافيه. حلو قوي كده. انا هقول لك هنعمل ايه، بس لسه فاضل هنا في البنك. البت دي لازم تخرج بفضيحه، يطردوها بقى او يفصلوها الحربايه دي. لا مش للدرجات يا غدير. بصي مش عايزين نأذيها في شغلها، هي حتى شيرين مش بتستخدم السحر هنا في البنك. بس انتي مش فاهمه حاجه، انا شفتها بعيني وهي بتسحر هنا في البنك، ومصير كل الناس تشوفها على حقيقتها زي ما انا شايفاها. تأمروا بحاجه تانية؟ ميرسي جدا، متشكر. تحت امرك يا فندم. مبسوطه في شغل البنوك يا شيرين؟ والله انا وانا في الجامعه ما كنتش متخيله خالص ان انا اشتغل في بنك، بس يعني لما اشتغلت فيه اتبسطت قوي وعجبني بصراحه. ده باين قوي في شغلك بصراحه. بجد الحمد لله. هو احنا جايين هنا ليه؟ يعني عشان نتكلم على نفسي ولا عشان نتكلم على ناديه وابن خالتك؟ لا طبعا عشان نتكلم عن ناديه. ها بقى هنكلمها في الموضوع ده ازاي؟ هو انا ممكن يا مستر حازم اسالك سؤال شخصي شويه؟ انت تعملي اللي انت عايزاه. يعني هي ناديه عمرها مثلا لفتت انتباهك او نظرك؟ الحقيقه في الفتره الاخيره مش هقدر اكذب، يعني لفتت انتباهي فعلا، خصوصا انها بنت طيبه كويسه، بنت ناس شاطره في شغلها، بتقرا اللي في دماغي كانها قاعده جواها بنت اللذينه. بس انت اكيد فاهمه يا شيرين ان الموضوع ده بيحتاج قبول من الطرفين. اكيد. يعني انا من جوايا لازم ابقى حاسس بنفس اللي هي حاسه بيه، وده للاسف ما حصلش. بس ده طبعا حاجه ما تعبهاش، انا لسه بقول لك انها بنت زي الفل. يعني انت قصدك ان ناديه عاجباك كشخص عادي بس مش قادر ترتبط بيها، عشان كده بتكلمني في موضوع ابن خالتك ولا ايه؟ تقريبا كده. اوكي. شيرين هو انت انا ايه؟ اقول هو انت متضايقه ان انا يعني مش حاسس ناحيه ناديه بحاجه؟ لا، هو الحاجات دي يعني بتبقى اسم ونصيب، وبعدين من الكلام اللي انت قلته ده يعني اظن ان ناديه ما ينفعش تكون معاك اصلا. وايه كمان؟ ناديه انت اللي جابك ورايا؟ انت اتجننتي؟ انت بتراقبيني؟ انا فعلا كنت مجنونه لما كنت فاكره انك صاحبتي وجايه تساعديني. انا بساعدك من اول يوم عرفتك فيه يا ناديه. بتساعديني ايه يا حبيبتي؟ انت جايه تظبطي نفسك، انت مش واخده بالك ولا ايه؟ انا اللي كنت غبيه، كنت فاكراكي صاحبتي وحبيبتي وهتساعديني، لكن غدير فعلا طلع عندها حق. طيب يا جماعه بعد اذنكم انا مضطر استاذن عشان عندي ميتنج مهم جدا. ثانيه واحده يا مستر حازم، قبل كده انا قلت لك ان شيرين بتسحر وانت ما صدقتنيش، بس المره دي بقى انا جايه ومعايا الدليل. ناديه صاحبتك بتسحر ولا لا؟ ساحره، وعيلتها كمان كلها كده، وهي اللي خلتني اسمع افكارك عشان تقربك مني. ايه انتوا بتقولوا يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني مخاويه، يعني ممكن تخليني امشي في الشارع اكلم نفسي زي المجانين بالظبط، وتخليك انت خاتم في صباعها يمين يمين شمال شمال، وتخطبها كمان وتحبها وترقيها. اقول لك على حاجه، هي ممكن تخليك تحت طاها العمر كله. كفايه بقى! بونجور كابتن صانيا. اهلا يا مراد، اتفضل. الحلو ليه مزاجه مش حلو النهارده؟ ليه مالي فيه؟ شيرين بنت بنتي، ما انت عارفها. لطيفه، ما بلحقش اشوفها على طول، يا دوب المحها تختفي. مالها؟ انا قلقانه عليها قوي، بقالها كام يوم ما بتجيش ولا بترد على الموبايل بتاعها ولا حتى بتروح شغلها. غريبه دي، ما فكرتيش طب تزوريها؟ فكرت بس مش هقدر، مش عايزه مشاكل. جوزها سخيف شويه؟ لا دي لسه ما اتجوزتش، دي مامتها. بنتك اللي سخيفه؟ سوري ما اقصدش. لا سخيفه فعلا، وعشان كده انا مقاطعاها وحالفه ما اخش بيتها. سونيا يعني بتسمحي لي، مهما كان دي بنتك من حقك تزوريها في اي وقت. كلامها بايخ، عشان كده انا مقاطعاها. ولو بالعكس، مفيش احسن من كده ظرف تستغلوه عشان تقدروا تداووا الخلافات اللي بينكم. تفتكر كده؟ طبعا، على الاقل تطمني على شيرين. فعلا انا لو ما اطمنتش عليها يوم ولا يومين كمان انا ممكن اتجنن. ده انا اللي اتجنن لو انت اتجننتي. ارجوك يا، ما اقدرش اشوفك مجنونه، انا احب اشوفك بس وانت سعيده. مراد انت وراك حاجه النهارده؟ ولو ورايا اسيبها فورا، انت تأمريني. طب ممكن تحل مطرحي في كلاس الايروبكس؟ انا هروح اطمن عليها وارجع على طول. قوي قوي يا بيك بليزير، خدي راحتك خالص، انا هعمل بالظبط اللي انت بتعمليه.
You are a real gentleman. ميرسي. ما تنساش الهولا هوب. شور دارلينج، شور. في ايه بس على الصبح؟ في حد بيخبط بالطريقه دي؟ اللي تذوق بجد. اوف. ماما هتسيبيني واقفه على الباب؟ في ايه طيب؟ في انك قللت الذوق، في انك مقاطعه امك، في ان حبيبتي نور عينيا بقالي اسبوع ما اعرفش عنها حاجه، لا بتزورني ولا بتكلمني وتليفونها مقفول. عملت فيها ايه؟ خطفتها. ما انت مختله عقليا وتعملي ايه؟ يا سلام على اللسان اللي بينقط. مش هقول ايه؟ انت واقفه في البقاله طول النهار. بقاله؟ اسمه سوبر ماركت. وميرسي قوي يا كابتن سونيا، يستاهل. فين شاري؟ لما تدفعي الفديه، ما انا خطفاها. تعالي يا تيتا، انا هنا. شاري حبيبتي، اوعي من وشي. ايه يا قلبي؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيكي كده يا روحي؟ امك؟ لا مش ماما، انا تعبت بس في الشغل شويه. هو كان لازمه ايه بس شغلانه البنك دي؟ واحنا نعمه ربنا في ايدينا. يا تيتا بقى بس بطلي الحركات دي. مشاكل يعني، علينا مشاكل يا تيتا في الشغل. طب ريحي كده بقى، عايزه اعرفها كلها، تحكي لي كل حاجه بالتفصيل. هو السيستم وقع؟ لا شغال عندي اهو عادي. امال انا بحاول ادخل من الصبح مش عايز يشتغل ليه؟ هو ساعات كده بيعلق. اعملي بس انت كذا مره كونكشن هتلاقيه بيكونكت. جربت ما نفعش. طب انت عندك نتورك، ممكن بس ادخل على الاكونت بتاعك اخلص اوبريشن سريعه كده والنبي؟ طب بس في الانجاز بس عشان انا عندي حاجات كتير. يلا حاضر. مش عايز يشتغل برضه. انت كاتبه اصلا يوزر نيم كابيتال بيتعمل سمول. فتح اهو. ارجعك بقى على الاكونت بتاعك. الايه كان اليوزر نيم بتاعك ايه؟ ناديه 12001. والباسورد؟ لا مش للدرجه دي، ومنها هكتبه. ماشي. دايما بنساه في كل حته. بس ومشيت من الكافيه وانا مش طايقه نفسي. جيت بقى على البيت راحوا هجوم عليا. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله عدوينك. ميرسي يا سوسو انك جيتي. بصراحه انا اول ما بشوفك يعني بفرح قوي. ما تحرمش منك يا حبيبتي. امك الناقصه دي مش تكلمني تقول ده انا كنت هتجنن عليكي. اكتر من كده. شايفه يا شيري؟ مامتك المؤدبه بتقول عليا مجنونه. حرام عليكي، ده انا لسه ما كملتش كلامي. انا قلت اكيد لو ما كانتش اتحسنت اكتر من كده كنت هكلمك، حتى تفتحي نفسها على الاكل. كام وصفه دايت سحريه من بتوعك كده كانوا نفعونا. انتي بتقولي فيها؟ ده انا بكره ظبطها واخليها احسن بنت في الدنيا. هو انا اكره؟ بكره ان شاء الله هتبقى احسن بنت في الدنيا بس بمجهوداتها. ما خلاص بقى يا ماما، ما خلاص بقى يا تيتا، ابوس ايديك وبلاش خناق. طب يلا كلي لقمه عشان ميعاد الدواء. حاضر. يا روحي عشان تشدي حيلك. تحبي اخليهولك بطعم البيتزا؟ بيتزا؟ لا انا بحبه مسلوق. خلاص هاكله. قريب المارجريتا. دي شهادات الجولد والشيكات المصرفيه اللي عايزه اذن حضرتك. تمام. ممكن استاذن نص ساعه اخد اللانش بريك بتاعي بره؟ طبعا مفيش مشكله، بس من يوم الاحد الموضوع ده لازم يتلغي عشان مضايق مستر حسن جدا. ها تمام يا مستر حازم. ناديه ده مدير الفرع، يعني كلامه لازم يمشي علينا كلنا. مفيش مشكله يا فندم. اتفضلي. سالتي على صاحبتك؟ مين؟ اكيد مش غدير. شيرين. كلمت مامتها وقالت ان هي كويسه الحمد لله. الحمد لله. على اذن حضرتك. اتفضلي. ايه الدلع ده كله بس يا سوسو؟ حلوه دي. ده انا لسه بس انتي تقومي بالسلامه هدلعك اكتر واكتر واكتر يا روح سوسو. يعني هي اللي مدلعاكي وانا اللي معذباكي يا بنت انتي؟ معذباها. فهي بتنزليها كل يوم
تروح تتمرمط في الشغلانه اللي هي فيها دي زي اي بني ادم عادي، وحرماها من النعمه اللي ربنا اداها لها. امتى بقى هتفك لها العقد اللي انت عاملاها لها دي؟ عقد؟ لا، اخليها تسرح اصلا في اعياد الميلاد بفقرات سحريه ولا المرمطه دي. بنكر ناجحه تاخد بالها من شغلها. شغلها ده هو اللي رقدها الرقده دي. انا اللي هعمل لها كل حاجه واخليها تسيب البنك. مستحيل. انت تاخدي بالك من شغلك، سامعه يا شيرين؟ واوعي تسيبي شغلك، فاهمه؟ بلاش كلام فارغ. امك اللي كلامها فارغ ما تسمعي لهاش. انا اللي هظبط لك حياتك واعمل لك مستقبلك، وكمان هخليكي تاخدي بطارك. فاهمه ولا لا؟ دي بنتي انا اصلا، تظبطي لها مستقبلها زي ما عملتي معايا ولا ايه؟ ابدا، استحاله. انا عملت لك ايه انا؟ اتفضل. صباح الخير يا مستر محمود. صباح الفل يا ست الكل. انا كنت محتاجه منك ورق كشف حساب. يا سلام، ده انا اروح اجيب لك كل الكشوفات بنفسي، سهله جدا. تأمري باي حاجه تانية حضرتك؟ لا لا كده تمام، ميرسي. العفو العفو. محمود، هو انت مش قلت لي قبل كده ان احنا ينفع فضفض معاك؟ ايه؟ على الكنبه بسرعه، على كنبه الدكتور محمود بسرعه، على الكنبه بسرعه. فضفضي بقى. بص، انا حاسه ان انا مقصره في شغلي وده مش العادي بتاعي. حاسه ان انا بعمل حاجات كتير قوي مش مظبوطه وفاكره ان ده صح، ودايما اقول لنفسي طب انا كنت هعرف منين الحاجات دي غلط من قبل ما اعملها. حاسه بلخبطه كبيره قوي وتوهان. حاسه ان انا مش لاقيه ناديه اللي انا كنت عارفاها وكنت بحبها، اللي كلنا بنحبها. بصي يا استاذه ناديه، يعني انا عايز اقول لك ان انت يعني بني ادمه جميله قوي ومهذبه جدا، وعلى فكره والله انت من احسن الموظفين اللي عندنا في الفرع. فانت من كتر ما انت جميله قوي فانت بتاخدي الموضوع عليكي قوي، ومع انها حاجات بسيطه جدا. والله انت جميل قوي يا محمود. ربنا يخليكي. لا بجد يعني اول مره اشوفك كده، يعني انت طلعت شخص سنسيتيف جدا. دايما شايفاك في المكتب بقى وسط الاذونات والورق والحاجات دي، مش كده خالص يعني. دي حقيقه، يعني الحقيقه ان انا سنسيتيف جدا فعلا، بس يعني زي ما تقولي كده جواني شويه، يعني مش بعرف اطلع يعني غير يعني لو حد قريب مني قوي ومرتاح له. يعني تقدري تقولي سنسيتيف، بس يعني مستني الفرصه يعني. والله كلنا مستنيين فرصه، بس اللي اديها لنا. اللي اديها لنا؟ لا يعني لا هو يعني اكيد موجود، يعني هو اكيد موجود. طيب تمام، عن اذنك. عن اذنك ايه؟ ما خلصناش كلام. عندي شغل متلتل، خليني اروح بقى بدل ما الدنيا تتقلب اكتر ما هي مقلوبة. طيب يعني كنبتي موجوده في اي وقت، يعني اتمنى تشرفيني تاني. هبقى اجي لك. ميرسي جدا، ميرسي. طيب اوكي، انا موجود يعني. اوكي موجود. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بقيتي أحسن؟ ربنا يخليك. بقيتي أحسن دلوقتي؟ بكتير. ربنا يخليكي، شكرا. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا قلت هتطولي عن كده. طب ما كنتي تقفليهم شهر وتاخدي مرتبك فور فري. ما هو لو تعبت النهارده ان شاء الله هعمل كده. انا اعتمدت الاجازه بتاعتك من الهيد اوفيس. شكرا. ولو تعبانه ولسه حاسه انك عايزه ترتاحي قدميها على اجازه تانية وانا همشيها لك. لا انا مش هحتاج اجازات تاني، خلاص انا هستقيل. تستقيلي ده ايه؟ لا طبعا. وانت لحقتيه؟ معلش، هي حاجه نفسيه كده، انا بجد مش قادره. معلش، خدي وقتك، على الاقل ترجعي شغلك وانت مرتاحه. حتى ممكن تبقي تروحي فرع تاني، ولو ان دي حاجه يعني مش هتخلينا مبسوطين. انا مش متضايقه من اشخاص، انا فكره الوظيفه نفسها بقت موتراني. خدي وقتك وفكري وانت هاديه. انا هاديه وبقول لك انا عايزه استقيل. انا رافض استقالتك دي، ومن حقي على فكره. على الاقل خليكي معانا لحد ما نلاقي حد يبقى مكانك. ايه، هتسيبيني محتاس؟ لا ما يرضنيش، بس بجد دور على حد مكاني لو سمحت. ماشي، ولحد ما تسيبينا لو حصل لك مشكله مع اي حد تجيلي فورا، ما تحتكيش بحد. ماشي، شكرا. اتفضلي. بعد اذنك. شيري تعالي. خدي يا ماما. ميرسي يا حبيبتي. قولي لي اخبار شغلك ايه؟ عادي. طيب واخبار نايب مدير البنك معاكي ايه؟ اشمعنى يعني؟ لا اصل هو كلمني في التليفون علشان يطمن عليكي لما كنتي عيانه، وحسيت ان هو مهتم بيكي كده.
على فكره حازم ده شاب لطيف. هو مش اسمه حازم منصور برضه؟ اسمه حازم منصور. تصدقي عجب. انت اي حد بيعجبك يا ماما، وتلاقي اصلا بيكلمك عشان يتاكد اني عيانه عشان يديني الاجازه مش اكتر. لا ده كان قلقان عليكي بجد. لا ولا بجد بلا بتاع، انا اصلا كده كده قلت له انا هسيب الشغل. ايه تسيب الشغل؟ انت عبيطه. ايوه انا عبيطه فعلا عشان ما سمعتش كلام تيتا. انا عندي قدرات مش عند اي حد، وابقى عبيطه لو سبت نفسي كده. لازم استغلها احسن استغلال. يا شيرين احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره. عارفه والله اللي انت عايزه تقوليه، بس ابوس ايدك يا ماما، كفايه منى تعبانه اصلا. اخيرا هو ده الكلام يا حبيبه تيتا. واعملي حسابك بقى الاسبوع الجاي هاجيلكوا كتير، يعني هبقى كل يوم هنا تقريبا. يا حبيبتي تنوري الجيم. اهلا بيكي، بس قولي لي التغيير ده حصل ليه؟ كله بسبب الحكايه؟ بصي انا مش عايزه اتكلم عليها بصراحه، مش قادره. ممكن؟ طبعا ممكن، مش مهم خالص. المهم انك اخيرا هتسيبي الشغل المتعب ده وتيجي تشتغلي معايا. المهم بقى تديني كام؟ اللي انت عايزاه كله. ده انت هتكوني المدير المالي، حطي الرقم اللي انت عايزاه. بهزر معاكي يا تيتا. وبعدين انا عايزه اعمل حاجه انا مرتاحه لها بصراحه، وبفكر كده اعمل كلاسز للاطفال. ايه رايك؟ فكره تحفه. ده اهالي كتير بيكسلوا يجوا الجيم عشان ما بيبقوش عارفين يودوا ولادهم فين. وبفكر برضو يعني استغل موهبتي دي واعمل يعني فقرات سحريه للاطفال. حلوه؟ احلى واحلى. مش عايزه اقولك طبعا الاطفال هيحبوها ويتعلقوا بيها ازاي، وهيجبروا اهاليهم يجوا بانتظام. شفتي بقى وجودك مفيد قد ايه؟ هتقعدي تفكري وتطوري، وانا يعني هسيب ده كله لمين؟ لا يا تيتا ما تقوليش الكلام ده، بعد الشر عليكي. ده ممكن تفكي مراد بقى، انا تعبت له. هفك عشان بس راجل كبير. اتفضلي. راجل كبير في عينك يا بوي. يا باشا انا راجعت الحساب ده يجي 10 مرات، وفي 1,900,000 مخصومين من حسابي، ومش معروف ده بتاع ايه وراحوا فين. بس بالراحه يا حاج عرفه، 1,900,000 ايه بس يا راجل اللي مش عارف راحوا فين؟ وريني كشف الحساب. اتفضل، هتلاقيني معلم لك على المبلغ بالماركر. ده فعلا في 1,900,000 جنيه مخصومين من حساب سيادتك. ماشي يا حاج عرفه، هستأذن حضرتك بس تديني مهله لحد اخر النهار وانا هرد على سيادتك. المبلغ لازم ينزل في حسابي فورا يا استاذ حازم، انا عندي تحويل مهم ومش عارف اعمل فيه ايه. اكيد يا حاج عرفه، لو في غلط اوعد حضرتك انه هيتصلح وفورا. حضرتك ما تقلقش خالص. على بركه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. ما انا عارف ان الرقم ده اتاخد من حسابه، انا بسأل عن السبب. شيك مصرفي. ايوه، فين صورة الشيك؟ مفيش، مش لاقي اي حاجه تثبت العمليه دي. يعني ايه يا ناديه شيك من غير ورقه؟ معرفش، انا حتى مش لاقي اي حاجه تثبت اصدار الشيك ده، لا توقيع العميل ولا طلبه ولا حتى صوره الشيك. هو ايه ده؟ عمليه وهميه؟ معرفش. هو ايه اللي معرفش؟ مفيش حاجه طالعه عليكي غير معرفش. الشيك ده ازاي دخل على السيستم ومين اللي دخله؟ وازاي شيك زي ده انا ما مضيش عليه؟ حقيقي والله ما اعرف. هوجع دماغي ليه؟ شغال مع ناس ما بتفهمش حاجه. اتفضلي. الشيك شيرين اللي مدخلاه وحضرتك اللي مراجعاه، تقدري تقولي لي ده اسمه ايه؟ والله العظيم ما اعرف. انا فعلا دخلت وشفت زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، بس انا ما اعرفش اي حاجه عن العمليه دي. انا حتى الشغل اللي بيني وبين شيرين محدود جدا، تحويل من حساب لحساب، فتح حساب جاري. عمري ما عملت لها شيك مصرفي، ولا انا فاكره ان انا راجعت حاجه بالمبلغ ده. انت يعني حافظه مبالغ الشيكات كلها ولا عقلك في راسك قوي؟ انت ممكن تبقي نفذتي العمليه دي كلها وانت مش دريانه. استغفر الله العظيم يا رب. انت تقلبي الدنيا وتدوري لي على الشيك ده او صورته او اي حاجه تدل على ان العمليه دي حصلت، يا كده يا اما نرجع للراجل ده فلوسه فورا. مستر حازم. نعم يا غدير. الحاج عرفه وقع منه صورة الشيك ده، قلت اجيبه لحضرتك اكيد هيسأل عليه. كتر خيرك. الراجل ده على طول ورقه بيقع منه. بصي الراجل التايه كاتب شيك فعلا باسم سونيا سليمان. كده الموضوع واضح. تلاقيه قدم الطلب عند شيرين وحضرتك نسيتي تاخدي اصل الطلب من عندها، فعشان كده في لعبكه على السيستم. كل اللي عندك بس ما اعرفش. مستر حازم، هو حضرتك عارف مين سونيا سليمان دي؟ لا ما اعرفش. دي دكتورة الدايت والتغذية، جدة شيرين. يعني ايه؟ شيرين مطلعه فلوس لجدتها من حساب العميل؟ اكيد.
دي امضتي وامضه مدير الفرع عليه متزوره. انت فاهمه ده معناه ايه يا ناديه هانم؟ انتوا عاملين عصابه ولا ايه؟ مستر حازم من فضلك، انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، والله العظيم ما راجعت العمليه دي ولا شفت الشيك ده قبل كده ولا اعرف اي حاجه ولا خصمت الفلوس دي من العميل. بعد اذنك يا مستر حازم، انا مصدقاها واشهد لها بالضمير بصراحه. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا ليا ورقه قدامي وسيستم. دي سرقه رسم، احنا كده لازم نبلغ النيابه. وبقي شوفي بقى حضرتك سمعتك واختك الحلوه وسمعه الفرع وسمعه البنك هتبقى في ايه؟ احنا في مصيبه. والله العظيم ما عملت حاجه، والله العظيم. انت المسؤوله قدامي انت وشيرين. هحولكم للشؤون القانونيه وهم يشوفوا بقى يعملوا معاكوا ايه. بعد اذنك يا مستر حازم، مش جايز شيرين لوحدها هي اللي منفذه العمليه دي؟ يعني ايه بقى ان شاء الله؟ عملت الشيك وهي اللي رجعته لنفسها برضه؟ معاها اليوزر نيم والباسورد بتاع الاستاذه؟ لا، الكلام ده لو هي انسانه عاديه، لكن دي بتقرا الافكار ومشعوذه، اكيد معاها كل اليوزر نيم والباسورد بتاعت الفرع كله. ماشي. على العموم الفلوس لسه في حساب الشيكات. الحمد لله الست سونيا هانم كتر خيرها ما صرفتش الشيك. حضرتك تروحي دلوقتي حالا ترجعي الفلوس في حساب الحاج عرفه، وانا هعمل لك الرد من عندي. اتفضلي. حاضر. صح يا مستر حازم، العميل اهم دلوقتي، بعد كده نشوف مين اللي سرق. ايوه مستر حازم، انا خلاص رجعت الفلوس في الاكونت، حضرتك اعملها من عندك اوتورايزيشن ويبقى الموضوع خلص خلاص. ماشي يا نادي. اطبعي انت بس كشف حساب شركه عرفه للاستيراد وتاكدي ان الفلوس سمعت عنده. شيرين حد قال لها حاجه؟ كويس. نبهها على غدير ان محدش يعرفها اي حاجه. لا اله الا الله. هو انا يا بنتي كل ما ادخل الاقيكي قاعده نفس القعده دي؟ هو انا يا سمر انسانه وحشه قوي كده؟ بالعكس والله، ده انت كل مشكلتك انك طيبه وهبله وجميله. طب امال ايه بقى؟ ليه بيحصل لنا كده؟ ايه اللي حصل بس بالظبط؟ حازم بيتهمني بالتزوير. يا نهاره اسود. لو ايه؟ بيقول ان انا عامله عصابه في البنك. وسكتي له؟ برغم كل الحب اللي انا حبيته له ده، بعد اللي عمله فيا انا ما بقتش طايقاه، بجد كرهته. طب الحمد لله والله ان انت كرهتيه، الحمد لله. يروح بقى لسعاد، لناديه، لشيرين، لبتنجان، اي حاجه مالناش دعوه. لا، ما هو مش هيروح لشيرين ولا حاجه، لان هو متهمني انا وشيرين، متهمنا احنا الاتنين بالباطل، واحنا ما عملناش اي حاجه. وهو ماسك عليكوا يعني حاجه؟ حازم اكتشف ان في شيك طالع من البنك باسم واحده ست لحساب عميل، والعميل ما قدمش طلب بالشيك ده اساسا. والشيك ده باسم مين؟ ما هو الاسم ده بقى هو المصيبه، هو ده اللي ملبسنا في الحوار. عارفه خبيره التغذيه اللي اسمها سونيا سليمان؟ دي بقى تبقى جده شيرين وهي اللي طالع الشيك باسمها. انا اول مره اعرف ان دي تبقى جدتها اصلا. طب احنا هنفضل قاعدين بنحكي كده؟ بقول لك ايه، كلميها وروحي اساليها. اروح لشيرين؟ لا، لسونيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا حازم منصور، نائب مدير فرع البنك اللي شيري بتشتغل فيه وزميلها. اهلا وسهلا. انا اسف لو كنت جيت كده من غير ميعاد، بس الحقيقه الموضوع مهم جدا. لا ابدا، ده انت نورتنا. اتفضل اتفضل. متشكر يا فندم. اتفضل يا حبيبي، اهلا وسهلا بيك. اهلا. اهلا اهلا، ده انت نورتنا. اهلا بيك يا فندم. خير يا مستر حازم، قلقتني. اتفضل. الحقيقه يا مدام فريال انا محرج جدا بسبب الموضوع اللي جاي اكلم حضرتك فيه، بس انا الحقيقه فضلته انه يبقى هنا في البيت، خصوصا وانا مش ضامن رد فعل شيرين في البنك وسط زمايلها، وده طبعا لان شيرين ليها معزه كبيره عندي ورصيده. ما هو ده طبعا اخلاق ولاد الاصول. اتفضل يا حبيبي، انا سامعاه. الحقيقه يا فندم الموضوع يخص شيرين ووالده حضرتك مدام سونيا. مدام سونيا والدتي؟ هي اتدخلت في المواضيع الخاصه بتاعتكم ولا ايه؟ لا مش اللي فوقك خالص دلوقتي، والنبي اسكتي استني دلوقتي. ممكن يا مستر حازم تخش في الموضوع على طول؟ طبعا. شيرين انا محتاج اصل الشيك. شيك ايه؟ الشيك اللي باسم مدام سونيا سليمان جدتك. شيك ايه اللي باسم دي؟ انا مش فاهمه حاجه. الشيك اللي ب1,900,000 جنيه اللي اتسحب من رصيد الحاج عرفه وراح لحساب جدتك مدام سونيا سليمان. وهي تيتا تتعامل مع حاج عرفه ليه؟ هو عايز يخس هو كمان؟ اوعي تكوني مشيتي وراها اصلا واتدخلت في حياتك وبوظت لك شغلك. عملت ايه كابتن سونيا؟ عملت ايه؟ ثواني يا ماما نفهم بقى، ثواني. كمل يا مستر حازم. طيب شيرين انت متهمه بالاختلاس انت وناديه صاحبتك، لانكم سحبتوا 1,900,000 جنيه من حساب الحاج عرفه وحولتوه لحساب جدتك سونيا سليمان. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟
هو انت مشيتي ورا كلامها وانتقمتي زي ما اتفقتوا مع بعض؟ انت تخشي دلوقتي حالا وتكلميها وتخليها تجيب اصل الشيك ده، فاهمه؟ انت يا ماما كمان بتقولي شيك؟ شيك ايه يا جماعه؟ انا مش فاهمه حاجه. الشيك ده 20. ايه ده؟ هي دي عملت ايه بالظبط؟ معرفش، ولا نادية كمان تعرف. وبصراحة أنا حاسس إن أنت كمان ما تعرفيش، بس السيستم بيقول إن أنت ونادية اللي ماشيين الموضوع ده. مش كده وبس، أنتوا كمان مزورين إمضتي وإمضة مدير البنك. هي جدتك سحرت لك وخليتك تعملي كده ولا ايه؟ يا والنبي اسكتي دلوقتي. ممكن تكملي يا مستر حازم؟ أنا وقفت تنفيذ العملية ورجعت الفلوس لحساب الحاج عرفة، بس ده حل مؤقت، لأن مدام سونيا لو قررت إنها تسحب الفلوس محدش هيقدر يوقفها. وساعتها هيبقى في حل من 3. أول حل إن الحاج عرفة يسحب رصيده كله، بس ساعتها هياخد حكم شيك بدون رصيد، وده ظلم لأن الراجل ملوش ذنب في حاجة زي كده. وتاني حل إن إحنا فعلا ندي مدام سونيا الفلوس من حساب الحاج عرفة، وساعتها هو اللي هيبلغ عننا النيابة وهنتسجن كلنا. وتالت حاجة بقى إن البنك يغطي المديونية اللي تسبب فيها الموظفين بتوعه، بس برضه هيقدمنا للمساءلة القانونية وللنيابة، ومش بعيد برضه كلنا نتسجن. يا بصفتي، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ أصل الشيك يا فندم. حضرتك هاتي لي اصل الشيك وانا هقنع الحاج عرفة انه يمضي على طلب انه كان طالب العمليه دي تنفذ وبعدين لغاها، وساعتها ندبس الورقه دي في الملف والقضيه دي تبقى اتقفلت خالص. ومين قال لك ان تيتا اصلا معاها اصل الشيك؟ المنطق 20 هو اللي بيقول ان اصل الشيك مع جدتك. هو انت قصدك يعني ان انا حراميه وسرقه فلوس من البنك واديتها لتيتا؟ انا ما قلتش كده، بس قلت ان السيستم شايف ان انت وناديه اللي ماشيين العمليه. هو انا ممكن اسال سؤال؟ هو مين اللي جاب لك صوره الشيك دي؟ غدير. الورقه وقعت من العميل وهي جابتها لي. وانت ما شكتش اللحظه ان غدير ممكن تكون ورا الموضوع ده كله؟ لا شكيت، بس انت تقدري تقولي لي هي جابت الباسورد بتاعك منين؟ جابت الباسورد بتاع ناديه منين؟ هي ما تنفعش، لكن انا ينفع عشان عندي قدرات خارقه، مش كده؟ طب ما تفهميني يعني، ولا هي كمان ساحره؟ ايه كلها بقت بتسحر؟ لا مش سحر، اللي زي غدير دول الكره اللي جواهم اخطر بكتير من السحر. السحر ده شيء جميل، حتى اسمه موسيقي، سحر. لازم تستخدم سحرك في شيء جميل، انما لو استخدمته في شيء قبيح ما يبقاش سحر. السحر ده نعمه ربنا اداها لنا عشان نخلي كل حاجه حلوه. ايوه انا ساحره وامي وجدتي وفخورين بده، ومش محتاجين ان احنا نسرق بنك عشان يبقى معانا فلوس. الموضوع اكبر من كده بكتير، كل واحد وعنده سحره، المهم نستخدم سحرنا ازاي. وعلى فكره انا من ساعه ما اشتغلت في البنك وانا طيرانه ومبسوطه وحاسه ان انا بني ادمه بجد. انا عمري ما كان عندي صحاب غير ناديه. انا اول ما اشتغلت في البنك قلت خلاص هيبقى لي تيم والدنيا هتفتح في وشي. انا طول عمري محبوسه في البيت بين 4 حيطان، عمري ما شفت حد، عمري ما طلعت بره البيت. اقصى طموحي ان انا اخش البلكونه العب مع الناس بالسحر كده. أنا لو كنت عايزه استغل السحر كنت استغليته، بس انا عمري ما هعمل كده، وانت اكيد عارفني يا مستر حازم. خلاص يا شيرين، انا هتصرف، بس محتاج انك تساعديني. ازيك عامله ايه؟ تعالي يا حبيبتي اتفضلي. ازيك يا شيرين؟ الحمد لله، انا وانتي خلاص هنتسجن قريب. انا اسفه بجد، موضوع حازم ده جنني، خلاني مبقتش عارفه انا بعمل ايه. انا حاسه ان اللي ورا كل المشاكل دي هي غدير. انا كنت خايفه اقول الكلام ده عشان عارفه هي شخص مؤذي وممكن تاذيني وتلبسني مصيبه، بس خلاص المصيبه اوريدي حصلت وانا لبست فيها معاكي بسببها. غدير عارفه اليوزر نيم والباسورد بتاعك من اول يوم جيتي اشتغلتي فيه في البنك لما كانت بتساعدك تستخدمي السيستم. وانا لما قعدت افكر مع نفسي هي ازاي ممكن تكون عملت موضوع الشيك ده، اكتشفت ان هي عملت معايا حركه واطيه عرفت بيها اليوزر نيم والباسورد بتاعي. انا بجد غبيه وحماره، ضيعتك وضيعت نفسي. انا اسفه. ان شاء الله يعني مش هيبقى فيه ضياع ولا حاجه، بس ما تزعليش. انا اسفه كمان عشان موضوع حازم. انا مش عارفه عقلي كان فين، الغيره عمتني،
انا حاسه ان انا خلاص، انا بجد فقت، وحازم بالنسبه لي خلاص بقى موضوع ملوش اي قيمه. عامل كده زي ما يكون واحده مراهقه اول مره تشوف راجل حلو في حياتها فتعجب بيه، وخلاص من ساعه معاملته ليا النهارده وانا خلاص ما بقتش طايقاه. معلش يا ناديه، تلاقي بس المسؤوليات عنده كده، يعني اهدي شويه. ده بني ادم ما عندوش ريحه الانسانيه، عامل زي الماشين، السيستم بيقول السيستم بيقول، لا عنده استعداد يسمع ولا حتى يشوف، بجد اعمى بجد. ما خلاص بقى يا ناديه، ربنا يسهل له، اسكتي بقى. حقيقي انا مش فاهمه ازاي انا كنت مفكره نفسي بحب واحد زيه بجد. لا معلش سيبك بقى منه، ابوس ايدك وخلينا في غدير دلوقتي. هي غدير بقى هيقص المصايب كلها. ان شاء الله هنلاقي لها حل ان شاء الله. طب وليه هنعمل ايه مع الزفت اللي اسمه حازم ده؟ هنخليه يصدقنا ازاي؟ اعتبريه صدقني خلاص. انا اسفه، انا اسفه. شكرا لحضوركم كلكم. انا الحقيقه ما قدرتش اسكت بعد اللي ناديه حكيتهولي عن اللي عملته اللي اسمها غدير دي. هو اهم حاجه بس ان احنا نوصل لخطه تبرأ شيرين وناديه وتخلي غدير دي تعترف. ايوه هي لازم تعترف صوت وصوره يا جماعه. بس ده هيحصل ازاي يعني؟ وفي حاجه كمان انتوا مش واخدين بالكم منها، غدير دي دماغها سم، يعني مش بسهوله كده هتعترف بحاجه عملتها. ما عشان كده انا جمعتكم كلكم عشان نشوف طريقه نخليها تعترف بمزاجها ان هي اللي ورا العمله السودة دي. بصوا انا يتهيألي كده ان احنا لازم نسيبها تتكلم بصراحه مع حد، بس لازم تكون ضمناه. برافو يا فيفي، صح. ثانك يو يا ماما. ايوه بس هي ما بتثقش في حد. ايوه بس هي بتثق فيكي قوي يا ناديه. لا هي ما اسمهاش بتثق فيكي يا ناديه، هي اسمها بتحب تستغفلني، مش موضوع ثقه يعني. ما دي حاجه حلوه قوي. حاجه حلوه يا طنط ان هي بتستغفلني؟ لا هي بتستنصح عليكي دايما، فانت هتبقي الطعم اللي نخليها تعترف بيه. بس ممكن بعد كل ده ما تعترفش برضو، انا مش فاهمه. لا انا فهمتك يا تيتا، هي قصدها ان انت تبقي كوبري يا ناديه، كوبري كمان، يعني تستغفلني وابقى كوبري كمان؟ لا يا حبيبتي، طيبتك هتخليها تصدق اللي انت بتقوليه وتصدق الحاجه اللي هنوهمها بيها. لا معلش بس ثانيه واحده، هو حضرتك عايزانا نعمل سحر في البنك؟ بيتهيألي انا فهمت كده، بس انا اسف احنا مش هنقدر نعمل كده طبعا. لا مش هنعمل حاجه بجد، هنوهمها. مش هي فاكره ان شيرين ومتاكده انها بتعمل سحر؟ طبعا. خلاص هنخليها تقنعك عملي انت كمان. طب وهتعمليها ازاي دي يا سوسو؟ ثانيه واحده. اوكي. اشوف بص يا غدير، انا معتمد عليك اعتماد كلي في الموضوع ده. يا ريس انت تؤمر. انا لحد دلوقتي ما مسكتش على شيرين اي حاجه تدل على السحر، نفسي اكشفها واوصلها للنيابه. وقبل ما تسلمها للنيابه لازم تتفضح على السوشيال ميديا والاعلام عشان الناس تعرف حقيقتها هي واهلها. هيحصل بس دليل، نفسي في دليل. يا ريس انا شفتها بعيني وهي بتطير كل حاجه في الهوا، وناديه اكدت كلامي. بتطير كل حاجه في الهوا يا غدير؟ اقول لك عايز دليل تقولي بتطير كل حاجه في الهوا؟ انا عايز دليل ملموس، دليل كده ما يبقاش فيه كلام. واللي يجيبهولك؟ اللي يجيبهولي ده اسمه عمره ما هيتشال من دفتر الترقيات، هتبقي اصغر مديره فرع. عينيا، اديني بس فرصتي وانا هجيب لك كل حاجه. انا متاكد انك قدها يا غدير. انتي بتثقي فيا ولا لا؟ طبعا، ده انت حبيبتي. فرصتك جاتلك لحد عندك، وهخلي لك حازم ده زي الخاتم في صباعك وينسى العقربه اللي اسمها شيرين. يا ريت، بس ازاي؟ احنا بس عايزين دليل حقيقي على السحر بتاعها وانا هظبط لك كل حاجه. موجود. فين؟ شيرين دايما معاها كتاب حاطاه في شنطتها، غالبا الكتاب ده هو اللي فيه الطلاسم والتعاويذ كلها. بنت حلال، هو ده بنت حلال مصفي يا ناديه. وانتي بنت وصل يا مستر حازم، معايا الدليل وتقدر تراجع كل الكاميرات بنفسك. هتشوفني وانا باخده من شنطتها، من شنطه الست شيرين. برافو عليك يا غدير، بس ايه ده؟
ده كتاب التعويذ بتاع الساحرة الشريرة شيرين. ايوه بس احنا ايه اللي ياكد لنا ان الكتاب ده بتاع الساحرة شريرة؟ بسيطة، ممكن نشوف فيه يعني تعويذات ايه ونجربها. صح جدا. طب يلا. ماشي. الكلام الغريب الطلاسم العفاريتي دي. بس لقيت واحدة بالعربي اهي، سحر الإخفاء. سحر الإخفاء؟ يعني تقريبا اللي يقراها يختفي. طب ما تجربي كده. أنا هجرب؟ عادي يعني. اخفى يا مخفي ونخفى وراك، مهما هتخفى وتفضل تخفى، مش متشافة أنا بس معاك. أنا اختفيت ولا لسه؟ غدير ما تهرجيش. ايه ده؟ لا 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 لا، كفايه. ايه ده يا غدير؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس اظهري عشان اترعبت. خلاص ما تخافش. استنى بس اقرا التعويذه. استنى شوف بس في حاجه بتظهر ولا لا. اظهر قد ما تظهر، انت بتظهر ليل ونهار، شفتك انا وبلاش تحتار. رعبتيني يا شيخ. ده انت اختفيتي بجد. ده كتاب الساحرة الشريرة فعلا. بس بقول لك ايه؟ اكيد في جوه تعويذه بتخليها تقرا الافكار. امال هي جابت اليوزر نيم والباسورد بتاعت ناديه منين؟ اكيد. صح. طب ما تجربي كده تشوفي تقري التعويذه دي وتجيب لنا الباسورد واليوزر نيم بتوع ناديه وبتوع شيرين. ماشي. تعالي. يا ميخ يا مخموخ، ارقص يلا اما تدوخ، وتعالى عندي يا سخسوخ. جربي. اوكي. الله اكبر. ده الاكونت بتاع ناديه فتح. ايوه. طب جربي شيرين كده. الله اكبر. ده اكونت شيرين كمان فتح. هايل. الله اكبر. ده ايه ده؟ هاتي بقى ده كده. شكرا يا رئيسة قسم الائتمان. قسم الائتمان ايه يا ريس؟ انا يا دوب المساعده. ما خلاص انت من اول الشهر هتبقي رئيسة قسم الائتمان. بجد؟ طبعا. طب وشيرين؟ شيرين ايه؟ ما خلاص، ما اتفضحت واللي كان. انا متشكره قوي يا ريس. شكرا. صورتي كل حاجة؟ للأسف. كنتش متخيلة إن ممكن حد يكره حد قوي كده عشان مختلف عنه. وغدير طبعا اترفدت من البنك، وتحمد ربنا إنها جت على قد كده. ايه ده؟ هو في ايه هنا؟ أما بقى نادية فاكتشفت إن محمود بيحبها وبيموت فيها من زمان، وأول ما اديته فرصة أكل بعقلها وقلبها كل حاجة حلوة. تتجوزيني؟ موافقة. بجد؟ لا بتتكلمي جد؟ قوليها تاني كده. موافقة. أما أمي في ريال هانم زهقت من القعدة لوحدها، فطورت وباعت الشقة والسوبر ماركت وراحت تعيش مع سونيا هانم أمها، وراحت مشاركاها في الجيم، وفتحوا فرعين كمان في زايد والتجمع، وما شاء الله عليهم بقوا زي السمنة على العسل. ولا بلاش الوصف ده لحسن يبوظ الدايت، بقوا زي التشيكن على السيزر سالاد. نهاية طبيعية مش كده؟ لا وخلفني كمان. حبيبة قلبي دي فريدة روحي. طبعا عايزين تعرفوا أخبار السحر، هقول لكم. فري، احنا قلنا ايه؟